السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو ده يا جماعة الفيديو المجمع من لغة ال HTML اللي وعدتكم بيه. اتفرجوا عليه. طب يا صديقي، انت ما فتحت الفيجوال ستوديو لاول مره، ديت الشاشه اللي ظاهره دي والكام سكرين بس، ما فيش اي فيها مشكله. لو مش عايزها تظهر بعد كده بس، شيل بس ده كده، كليك على اللي تحت ده هو بس مجهز لك هنا بعض القوائم اللي انت هتستخدمها. القوائم ممكن تستخدمها من هنا او من الشريط اللي فوق ده بيسميه شريط المنيو بار او شريط القوائم، والشريط اللي هنا ده بيسموه الاكتيفيتي بار او شريط الاكتيفيتي. طبعا انت لو دخلت في قائمه فايل وقائمه ايديت والحاجات دي كلها بتلاقي اشياء كتير فانت بتتخض. احنا هنشرح الحاجات ديت في وقتها، يعني الموضوع بسيط جدا، القوائم ديت بسيطه جدا، عباره عن وظائف يعني احنا بنحتاجها واحنا شغالين في البرمجه. بس سهله جدا يعني، فخلي كل حاجه لوقتها. احنا حاليا بس محتاجين ان احنا نوبن فولدر، علشان فولدر يعني فهرس، نفتح فهرس علشان نسيف فيه او نخزن فيه كل ملفاتنا اللي بعد كده. فانت لو الويلكم ديت ظاهره ممكن افتح فولدر من هنا، الاختيار اوبن فولدر. لو مش ظاهره يعني مثلا زي كده انا مخفيه، ممكن تحت هنا برضه هو مجهزها لك هنا كده اوبن فولدر اهي، او اروح على قائمه فايل واختار اوبن فولدر. كويس. لما اختار اوبن فولدر هو فتح لي هنا الاكسبلورر بتاع الويندوز علشان انت تختار الفهرس اللي هتشتغل عليه. ممكن اشتغل على اي فهرس انت مجهزه قبل كده، على السي على الدي او اي شيء، مفيش اي مشاكل. لو ما عندكش فهرس او لاول مره ممكن تعمل فهرس جديد. ازاي؟ انا مثلا هختار ديسكتوب، اروح اعمله على الديسكتوب، انا اخترت من هنا ديسكتوب ديت وجيت هنا ولقيت الفولدر ده ممكن استخدمه، مفيش اي مشاكل. او عايز اعمل فولدر جديد، رايت كليك على الماوس اليمين وبعدين اختار نيو، وبعد كده اختار فولدر او فهرس. فولدر يعني فهرس، وسميه مثلا اي اسم، انا اسميه وورك، انت ممكن تسميه اي اسم مفيش اي مشاكل. وبعدين اختار الورك كده واقول له، او اختار سيلكت فولدر. فهو فيجوال ستوديو دلوقتي هيفتح لك الفهرس ده هنا كده، بحيث ان انت بقى تبتدي تضيف فيه ملفاتك بقى بتاع البرمجه، لان اي برمجه احنا هنكتبها لازم تتسيب او تتخزن جوه ملف. بعد كده بقى الخطوه المهمه جدا ان احنا ننشئ ملف او نكريت ملف. ايه هو الملف؟ قلنا الملف بكل بساطه ده الحاجه اللي احنا هنسيف فيها الكود بتاعنا، اي كود او اي صوره او اي حاجه لازم تتسيف جوه ملف. علشان تنشئ ملف في الفيجوال ستوديو بكل بساطه جدا هتروح على الزرار ده اللي هو ده كده، نيو فايل. بص هو كاتب لك تحته نيو فايل، وتكليك عليه هيفتح لك بوكس فاضي كده مستني منك تدخل له اسم الملف. اسم الملف ده بيكون اي حاجه، بس في بعض الرولز المتبعه في تسميه الملفات انا هقولها لك. انا بس هسميه دلوقتي، هسميه هوم. كويس. انت ممكن تسميه اي اسم، وبعدين بس اهم حاجه لازم تعمل دوت وتكتب نوع الملف HTML. دي اهم حاجه، اهم حاجه في اسم الملف ان هو يكون دوت HTML، وتدوس انتر فهيعمل لك الملف ويفتحه لك في الحته الفاضيه هنا ان انت تكتب كود ال HTML. هنكتب ونتعلم كل حاجه دلوقتي. ايه بقى الرولز المستخدمه او المتبعه في تسميه الملفات؟ اول حاجه ما يكونش بادئ برقم. كويس. تاني حاجه ما يكونش بادئ بالسبيشال كاركتر، هحطها لك دلوقتي على الشاشه، اللي هي الهاش واللي هي الاستريك والحاجات دي هتشوفها على الشاشه دلوقتي. كمان دي حاجه لك كمبرمج بقى، انت يعني انت ان شاء الله تبقى مبرمج كبير فلازم تتعلم صح. الاسم ما يكونش صغير، يعني حاجه زي اكس اكس مثلا، ممكن الناس بتسمي اكس اكس دوت او واي واي، لا ما يكونش كده، لان انت بعد فتره هتنسى وظيفه الملف ده. فكل ما كان اسم الملف ينم على الوظيفه بتاعه كل ما كان احسن لك بعد كده ان انت تفتكر الملف ده كان بيعمل ايه. تمام. كمان ما يكونش الاسم ده كبير قوي، ينم على الوظيفه بقى فاقوم مسميه اسم كبير جدا، لا يكون اسم صغير بس بينم على الوظيفه بتاعته. دي كليك كمبرمج. كويس. فاحنا كده بقى جاهزين ان شاء الله رب العالمين ان احنا نبتدي نتعلم كود ال HTML. فاستناني بقى في الفيديو اللي جاي ان شاء الله انزله بسرعه جدا ونبتدي نتعلم HTML. بالنسبه للناس اللي شغاله على الموبايل، طبعا خلاص انت بقى من الفيديو اللي جاي ده هتبتدي بقى تشتغل معانا ونكتب الكود ونجربه ان شاء الله على الموقع اللي انا قلت لك عليه في الفيديو اللي فات، اسمه webden.dev، هتلاقيه برضه مكتوب على الشاشه دلوقتي.
دي صفحه ويب بسيطه بيظهر فيها عنوان اور برودكتس او منتجاتنا، وتحته بخط صغير احنا عندنا نايس برودكتس. يعني مثال بسيط. اللي انت شايفه قدامك ده، وكله تمام، ده نتيجه برمجه ال HTML. بمعنى ان كود برمجه ال HTML المتصفح بتاع الانترنت ترجمه ونفذه وظهر لك النتيجه اللي انت شايفها بالشكل ده. كويس؟ يعني اللي انت شايفه وبتشوفه في اي متصفح بتاع انترنت دي نتيجه الكود، مش الكود نفسه. الكود نفسه اتكتب في مكان وعرفناه في الفيديوهات اللي فاتت، سواء انت شغال على موبايل وتابلت او شغال على الكمبيوتر. وبعد كده المتصفح بتاع الانترنت، جوجل كروم او اي حاجه تانية، الفايرفوكس، نفذه وطلعه بالشكل اللي انت كنت تتخيله وانت بتكتب البرمجه. كويس؟ او كنت عايزه وانت بتكتب البرمجه. طيب، الكود نفسه بيبقى له شكل معين، واوامر كل لغه بيبقى لها شكل معين، المبرمج لازم يلتزم بيه. تمام؟ تعال بقى نشوف شكل اوامر الكود بتاع لغه ال HTML اللي هيطلع لك النتيجه دي. اول حاجه شكل الامر نفسه او التاج نفسه، لان الامر بتاع ال HTML بيسموه تاج. كويس؟ يعني نص مثلا اور برودكت ده ليه ظهر كبير شويه بالخط ده؟ كويس؟ وبعدين الكلمه اللي تحته اللي هي نايس برودكت ليه ظهرت بخط اصغر شويه؟ اور برودكتس او منتجاتنا ديت ظهرت بالخط ده لان تنفذ عليه امر معين من اوامر HTML، والامر ده هو اسمه H1 او هيدر 1 H1. كويس؟ ما تقلقش، احنا هنشرح الاوامر دي كلها بعد كده وهتكتب بقى HTML و CSS وجافا سكريبت وهتعيش حياتك. احنا بس دلوقتي عايزين نفهم شكل الامر بتاع ال HTML او شكل تاج ال HTML اللي طلع لنا اور برودكتس بالشكل ده والكلمه اللي تحتها بالشكل ده. كويس؟ طيب، شكل الامر ايه بقى؟ الامر بتاع ال HTML او كل اوامر ال HTML كويس بتبتدي بالرمز اللي هو اصغر من الرمز ده. كويس؟ الرمز ده. بعد كده الامر نفسه، يعني انا مثلا انا هكتب H1 دلوقتي، الامر نفسه اللي هو H1. كويس؟ وبعد كده بقفل قفله باكبر من، ده الامر. كويس؟ ده شكل الامر بتاع ال HTML. وما تقوليش بقى ده الامر شكله معقد، مش معقد ولا حاجه، ده هي اصغر من وبعد كده الامر. كويس؟ وبعد كده اكبر من علامه اكبر من. انا اللي يهمني في الموضوع ده ان انا اعرف بعد كده الاوامر نفسها. يعني خلاص هي القاعده هتطبقها ان الامر محاط باصغر منه واكبر من، واعرف بعد كده بقى الامر H1 و H2 طب بي طب الحاجات بقى، واحط ايمج ازاي، طب هحط فيديو ازاي كده، هعرف الامر نفسه. بس لما اجي اكتبه بقى في الكود هكتبه بالشكل ده، ولازم التزم بيه. كل لغه من لغات البرمجه بيبقى لها شكل معين لازم المبرمج يلتزم بيه. كويس؟ ده اول حاجه. تمام؟ لسه هنكمل بقى. انا كده ابتديت الامر اهوت. بعد كده هكتب النص اللي انا عايزه يتنفذ عليه الامر ده. النص هنا مثلا وليكن اور برودكتس مثلا، برودكتس. كويس؟ تمام؟ خلص لغايه كده؟ لا لسه، لازم هقفل الامر. انا هقفل ده كده تاني، ده كده تاني، ده هجيبه في الاخر هنا واضيف له اضافه بسيطه. نفس الامر هو نفسه بس هضيف له اضافه بسيطه. ازاي؟ اهوت علامه الاصغر من، هضيف له دي الباك سلاش وH1 والقفله بتاعي. بقى ده شكل الامر. هتطبق الشكل ده سهل جدا 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 على كل اوامر ال HTML اللي موجوده في اللغه كلها. تمام؟ فاصبح الامر امر او التاج، عشان كده بنسميه تاج، علشان الامر كده محاط بايه؟ بالحاجات دي، اصغر منه واكبر منه، وهو نفسه كمان بيحيط بالايه؟ بالنص من هنا ومن هنا، له فتحه وله قفله، وهو نفسه الامر محاط باشياء زي كده، فعشان كده سموها لغه التاجات. تمام؟ طبق بقى ايه على نايس برودكتس اللي تحتها. كويس؟ في امر اسمه باراجراف، بيعمل باراجراف. طبق انت كده وشوف هتعرف تعمله ولا لا. هتحط برضك حرف البي كده، بي ما بين اصغر من واكبر من، وبعد كده تكتب نايس
نايس برودكتس. كمل بقى انت الكلمه، النص الكتابه ما فيش اي مشكله فيها، انا بس اللي يهمني انت فهمت الامر ولا لا. ده بدايه الامر اهو، هو نفسه جيبه في اخر الكلام اهوت نفسه، بس هتزود له باك سلاش دي وبعد كده البي وبعد كده اقفل. كويس. تمام كده. تمام. نقفل بس القفله دي عشان ما ننساش. طب فرضنا زي ما انا كده، انا يعني نسيت او حاجه او كده، الدنيا بتبوظ، الصفحه بتشتغل بس بتطلع لك نتيجه غير النتيجه اللي متوقعه. تمام كده. سهل جدا جدا، مفيش اي فيه مشكله. هنطبق بعد كده على كل حاجه. يلا يا صاحبي بقى عشان نبتدي الجد. اللي معاه كمبيوتر ولابتوب يفتح في اس كود. تمام. واللي معاه الموبايل او التابلت يفتح الويب دين. تمام. بالنسبه للفي اس كود، احنا في اول فيديو عملنا له داونلود وسطبناه على الجهاز، واللي ما شافش الفيديو يرجع بس يشوفه بسرعه. وتاني فيديو عملنا كريتنا فولدر اسمه ورك، وعملنا برضو فايل تحته، كريتنا فايل تحته اسمه هوم دوت اتش تي ام ال، وقلنا خصائص الملف لازم تخلي بالك من بعض الخصائص في الفيديو برضو اللي فات. يرجع بس يبص عليه اللي ما شافوش عشان يكمل معانا. كويس. بالنسبه للويب دين، انا كنت نزلت ريل بسرعه وقلت ازاي بتوع الموبايل هيشتغلوا، وشرحت الايه الحاجات اللي فوق دي. كويس عشان ما نشرحهاش تاني بس ونضيع وقت. طيب. شكل بقى الاستراكشر او شكل الهيكل بتاع ال HTML ايه؟ انا هبتدي اكتب كود دلوقتي علشان نشوف شكل الاكواد. وانت تكتب ورايا برضو في اللي شغال على اللابتوب او الكمبيوتر. كمان اللي شغال على الموبايل وفتح الويب دين او الموقع بتاع الويب دين يشتغل برضو ويجرب، مفيش مشكله. واكتب لي في الكومنتات لو حابب ان انا اعمل فيديو بعد كده خاص للموبايل، بس انا ما عنديش اي مشكله. اول سطر في ملف كود ال HTML بيحتوي على امر اسمه دوك تايب. كويس. الامر ده بكل بساطه بيقول للبراوزر او متصفح الانترنت خلي بالك ان الملف ده يحتوي على كود HTML. دوك تايب ده يا صاحبي اختصار ايه؟ اختصار دوكيومنت تايب او نوع الملف. كويس. فانا هكتبه بقى، يلا نكتب معانا. شوف الزرار اللي مكتوب عليه علامه اصغر من، ودوس معاه زرار شيفت، يعني كده شيفت اصغر من عشان اكتب دوك تايب. هتلاقي فيجوال ستوديو نفسه عرض لك لسته بالاوامر اللي هو متوقع منك ان انت تكتبها، او لو انت كتبت اول حرف هو هتلاقيه نفسه جاب لك لسته بالحروف او لسته بالاوامر الثانيه. هو بيساعدك كده، ودي قوه الفيجوال ستوديو. عشان كده احنا مستخدمينه كمبرمجين، مستخدمين فيجوال ستوديو لانه بيساعدك، لان مفيش حد بيحفظ الاوامر خلاص. يعني انت كمبرمج مش محتاج تحفظ الاوامر، انت بس محتاج تفهمها وتطبقها فقط. فهو هيقترح عليك اهوت اول واحد اختاره، يعني كليك عليه بالماوس هتلاقيه كتبه لك، هو ظبط لك كل الامر زي ما انت شايف كده. مش محتاج بقى ان انا اكتبه كله ده يعني انت لو في برنامج تاني ما عندوش قوه الفيجوال ستوديو او ما بيديكش لسته بالاوامر تختارها، فانت للاسف مضطر تكتب الامر ده كله بايدك. الامر ما فيش مشكله فيه، زي ما انت شايف كده اصغر من، وبعدين علامه التعجب وكلمه دوك تايب، وفي مسافه هنا خلي بالك ما تنساش المسافه، وبعد كده نوع HTML وبعد كده القفل. ده شكل اول امر او اول سطر موجود في ملف ال HTML اللي هو الدوك تايب. بعد كده بقى هننزل ونكتب، نروح الاخر كده ودوس انتر عشان تكتب في تاني سطر. هبدا بقى في هيكل ال HTML نفسه. هيكل ال HTML نفسه بيبتدي بامر HTML بكل بساطه. في امر اسمه HTML ده بيبقى اول اول حاجه، ده الروت بتاعي، ده الاصل بتاعي، ده اللي بيحتوي على كل الاوامر بتاع ال HTML. فالامر اسمه HTML. كويس. طب انا ليه ما عملتش الفتحه والقفله والكلام ده؟ لان انا عايز استخدم بقدر الامكان امكانيات الفي اس كود. يعني انا كمبرمج ما بقعدش اكتب كل حرف وكل حاجه علشان ساعات بتنسى. زي ما قلت لك ما حدش بيحفظ الاوامر، انت بس بتكتب الامر هو هتلاقي فيجوال ستوديو بيساعدك. فانا كتبت الامر اهوت HTML، فلقيته جابه لي فهختاره، بس تلاقيه هو ظبط لي الدنيا زي ما انت شايف كده، عمل لي القفلات والفتحات والاصغر منه والاكبر منه عشان انا كمبرمج ما انساش حاجه. وقف لي في النص هنا كده، شوف واقف في النص هنا مستنيك تكتب حاجه. فانا هدوس انتر بس، انتر انتر انتر. عملت انتر بس عشان السطور دي انا لسه بقى هكتب فيها الهيكل بتاع البرنامج او الهيكل بتاع الصفحه بتاع ال HTML. هيكل صفحه كود ال HTML بينقسم لجزئين: جزء الهيد اللي هو الراس، وجزء البادي. كويس. نيجي فوق هنا كده، هنطلع فوق هنا كده ونكتب الجزء الاولاني اللي هو الهيد. اكتب
امر اسمه هيد، HEAD، هو هيجيبه لك اهوت، اختاره هيد. كويس. طبعا هو عمل لي القفلات والفتحات وواقف هنا مستنيك برضك نكمل اللي في الهيد. انا هدوس انتر بس. يبقى كده ده الجزء او السكشن بتاع الهيد. هقول لك دلوقتي الهيد ده بستخدمه في ايه. كويس. هاجي بعد الهيد هنا تحت هنا كده هكتب الجزء الثاني اللي هو البادي او الجسم. اللي انا بقى الجسم ده هو ده اللي هيحتوي على كل اوامر ال HTML اللي هكتبها علشان يظهر في الصفحه، واحط صور بقى واحط نصوص واحط حاجات جميله جدا واعمل موقع جميل جدا. كل البرمجه وكل الحاجات بتاع ال HTML بتتكتب داخل البادي، BOD. هو جابه لي اهوت، بس هختاره. هو هيظبط لي. شفت هو عمال يظبط لي الدنيا ازاي. ده فيجوال ستوديو، ده للمره الالف بقول ده قوه الفيجوال ستوديو او قوه المحرر اللي انت بتكتب فيه، ان هو بيساعدك كمبرمج ويوفر عليك وقت كتير جدا في ان انت تقعد تكتب كل الاكواد دي. انت لو بتبرمج على حاجه تانية مفيش مشكله، استخدم الامكانيات اللي عندك، ما تقفش، استخدم الامكانيات اللي عندك. انت في الامكانيات اللي عندك لو انت مفيش ان انت تختار، اكتب، مفيش مشكله. الاوامر سهله جدا، فتحه وقافله وجواها الامر، فتحه وقافله وجواها الامر بتاعها. بسيطه بمنتهى البساطه، الدنيا بسيطه جدا جدا جدا. فخلاص قلنا ال HTML بقى ده الاصل بتاعه، الروت، القفله بتاعته والفتحه بتاعته تحت. بينقسم لجزئين، جزء الهيد كويس وجزء البادي. وظيفه الهيد ده ان انا هكتب جواه الحاجات اللي هي خاصه بالبراوزر نفسه او المتصفح. لو في مثلا عندي انا بستخدم مكتبات من حته تانية، لينك او رابط علشان CSS. الى جانب اللينكات والحاجات اللي ممكن اكتبها داخل الهيد، انا ممكن اكتب امر اسمه تايتل، TITLE. التايتل ده او العنوان ده العنوان اللي بيظهر فوق خالص في المتصفح. مثال مثلا انا افتح جوجل كروم اهوت، شفت جوجل اللي فوق دي، كلمه جوجل اللي فوق ديت بتتكتب بامر اسمه تايتل. تمام. فهكتبه، تعال نكتبه بقى مع بعض داخل الهيد. تاكد ان انت داخل الهيد جوه الفتحه والقفله بتاعتك، داخل هنا اكتب تايتل TIT. تمام. هتلاقيه هو جابه لك هنا، اختاره، تلاقيه هو ظبط لك الدنيا ووقف لك ان هو تكتب ايه التايتل. انت بقى هتكتب زي ما فرجتك كده، ممكن تكتب اسم شركتك، اسم الموقع ككل، اي حاجه مثلا علي كوم، احمد كوم، كومباني، ماي كومباني، ماي شوب. الموقع اللي انت بتاعك، اسم الموقع مثلا ماي شوب مثلا. كويس. ممكن اكتبه بالعربي، طبعا ممكن تكتب بالعربي. الكتابه او المحتويات بالعربي، لكن اوامر اللغه انجلش، اوامر اللغه انجليزي. تذكر دايما كل اوامر اللغه بالانجليزي، بس المحتويات والعناوين والنصوص والكلام ده ممكن تبقى بالعربي، مفيش اي مشكله فيه. ده الامر الوحيد حاليا اللي هنكتبه جوه الهيد. بعد كده بقى كل اوامرنا وكل اوامر اللغه هتتكتب داخل البادي هنا. كويس. فاكرين المثال اللي احنا اديناه في اول الفيديو؟ بقى نكتبه هنا. هنكتبه فين؟ هنكتبه داخل البادي، هنبرمجه داخل البادي هنا. كان في امر اسمه H1، كنا بنشرح عليه في اول فيديو لما قلنا ليه سموا اوامر HTML بالتاجات. الامر ده كان بيعمل عنوان، بيعمل عنوان في الصفحه كده. ما تقلقش برضو، انا هشرح كل الاوامر بتاع ال HTML. فتعالى هنا كده داخل البادي، ده البادي بتاع الفتحه والقفله بتاعته. داخل البادي اكتب H1، هتلاقي فيجوال ستوديو طلعه لك، اختاره، ظبط لك الدنيا، الفتحات والقفلات، وقف لك هنا علشان تكتب المحتويات اللي انت عايزها تظهر بشكل عنوان، عنوان كبير شويه. فاحنا كنا كتبنا مرحبا بك، انا اكتبها بس بالانجلش، welcome to our website. انت ممكن تكتبها بالعربي، مفيش اي مشاكل، بالعربي بتقلب بالعربي وتكتب عربي. وكان في امر تاني شرحناه في الاول كان اسمه بي، بعمل فيه باراجراف. ما تقلقش برضو، كان هشرح كل الاوامر دي بعد كده، ما تقلقش خالص، ان احنا بس بنبين احنا بنكتب الاوامر فين. تمام. فهتيجي هنا بعد ال H1 في الاخر هنا كده وتدوس انتر علشان تنزل في سطر جديد وتكتب الامر الجديد اللي هو بي. تمام. هيطلع لك هنا فوق، هنا اختاره. وهنا بقى هكتب النص اللي كنت عايزه يظهر بخط عادي، يعني مثلا this is my website، اي حاجه بقى يعني. تمام. علشان تظهر بخط عادي. ازاي بقى ارن الكود اللي انا كتبته ده واشوف النتيجه بتاعه؟ انا عايز اشوف بقى نتيجه الكود اللي انا كتبته ده. كويس. ففي طريقه عقيمه ان انا اروح للفولدر اللي هو وورك ده، واشوف الفايل فين ودبل كليك عليه، او بقى ان انا اشتغل شغل بروفيشنال وانزل حاجه اسمها سيرفر، بحيث ان ده يشتغل اكنه موقع واقدر اشوفه بالطريقه العاديه ان اكنه موقع يعني. تمام.
الخادم ده هننزله منين واسمه ايه؟ الخادم ده بينزل من حاجه هنا اسمها اكستنشن. عد كده 1 2 3 4 5 6، ده الحته دي اكستنشن او الاضافات. كليك عليها هيفتح لك هنا كده بوكس مربع صغير كده. هتسيرش على حاجه اسمها لايف LIV، وبعد كده مسافه سيرفر. هيطلع لك اول واحد هنا، كليك عليه كويس. وبعد كده هيجي لك هنا في اختيار اسمه انستول. كليك على انستول علشان ايه؟ ينزله لك. يقول لك تراست، اوكي تراست. تراست يا سيدي. هياخد وقت بسيط جدا وينزل ثواني يعني معدوده، مفيش اي مشاكل خالص، وينزل بكل سهوله. اول ما تلاقي بقى الاختيارات دي ظهرت زي كده، خلاص هو كده نزل وبقى جاهز ان انت تستخدمه. اقفل بقى الويندوز دي، وبعد كده هترجع تاني للفايلات بتاعتك من اول اختيار هنا كده. ده رجعت للفايل في اي مكان بقى داخل الملف هنا كده، رايت كليك على الماوس اللي باليمين، تمام. وبعد كده اختار Open with Live Server علشان بقى نفتح الملف ده في البراوزر ويترجمه لك، ويترجم لك كل ال HTML اللي فيه ويظهر لك النتيجة بتاعته. فهو فعلا ترجم لك ال H1 وظهر العنوان، ترجم لك البي وظهرت بالشكل ده. شرحنا في الجزء اللي فات ووضحنا هيكل صفحة ال HTML بينقسم لجزئين، جزء الهيد وجزء البادي. وقلنا جزء الهيد ده انا بكتب فيه معلومات مهمة بالبراوزر، وجزء البادي هكتب فيه بقى كل التاجات بتاع ال HTML. فالنهارده هنكمل بقى التاجات كلها بتاع ال HTML ان شاء الله باذن الله. سيب بقى الملف ده وتعالى نكريت ملف جديد. هنكريت يعني هننشئ بقى، لغه المبرمجين اتعلمها بقى. هنكريت ملف جديد من الزرار اللي فوق دوت، كليك عليه هيفتح لك بوكس كده فاضي مستنيك تدخل اسم الملف الجديد. انا هسميه برودكتس دوت، اهم حاجه دوت HTML. من غير الدوت HTML او الاكستنشن او الامتداد الملف مش هيشتغل، مش هيعتبره HTML. دوس انتر عشان يفتح لك ملف جديد هنا كده مستنيك تدخل كود بقى ال HTML. هل يا باشمهندس في كل ملف كود HTML انا لازم اكتب هيكل الصفحه اللي هو دوك تايب فوق وبعد كده HTML وبادي وهيد والحاجات دي كلها؟ الاجابه طبعا ده لازم تلتزم بالهيكل ده، تمام. بس الجميل في الفي اس كود المحرر اللي احنا بنكتب عليه ان هو هيساعدنا كتير في ان هو يكتب لنا حاجات كتير، ممكن ويوفر علينا وقت كتير. ازاي؟ هستخدم خاصيه اسمها الاميت موجوده في الفي اس كود. ايه خاصيه الاميت ديت؟ خاصيه الاميت ديت انا بكتب بعض الرموز او بعض الكوماندز الاوامر، وبخلي في اس كود ينفذها ويكتب لي هو الكود. ازاي؟ مثلا انا عايز اكتب هيكل صفحه ال HTML دلوقتي، باجي في الاول كده واكتب علامه التعجب. كويس، انا بدوس شيفت، زرار شيفت مع رقم 1 عشان اكتب علامه التعجب. كتبت علامه التعجب وادوس انتر، هتلاقيه هو كتب لي الهيكل بتاع ال HTML، ظبط لي اهوت الدوك تايب، تمام، وال HTML والهيد، وحتى كتب لي حاجات في الهيد هنشرحها دلوقتي اللي هو اللي انا قلت لك عليه. ساعات بنكتب لينكات لحاجات وساعات بنحط حاجات علشان البراوزر. وكتب لي حتى التايتل اهوت، سماه لي هو لوحده دوكيومنت، انا هغيره بعد كده. والبادي اهو فاضي ومستنيك بقى انت تكتب محتويات الصفحه بتاعتك وتكتب نصوصك وتحط صورك وفيديوهاتك والحاجات دي كلها اللي احنا هنعملها دلوقتي. تاج الميتا اللي انت شايفه ده انا ان شاء الله بشرحه في فيديو مستقل، بس اعرف الاثنين دمت. ده اول حاجه الكارسيت، ده نوع الترميز بتاع الصفحه، يعني محتويات الصفحه. لو انا مثلا هستخدم عربي او اكتب عربي فهو مناسب جدا علشان البراوزر او المتصفح بتاع الانترنت يظهر العربي صح. الفيو بورت كده بيخلي الموقع بتاعي او الصفحه بتاعتي ريسبونسيف. يعني ايه ريسبونسيف؟ يعني تتعرض كويس على الموبايل، يبقى شكلها كويس ومناسب على الموبايل. اوامر ال HTML او التاجات بتاع ال HTML بتنقسم لاوامر خاصه بالنصوص، اوامر خاصه ان انا احط فيديو في الصفحه، اوامر خاصه ان انا احط صور في الصفحه، اوامر خاصه ان تربط لي الصفح ببعضها. فنبتدي باوامر النصوص. قبل ما ابتدي بس في الاوامر بتاع النصوص خليني اغير بس التايتل ده لماي شوب. وده قلنا التايتل ده التايتل او العنوان اللي بيظهر فوق في جوجل كروم فوق كده. خلينا نشوفه هنا. هنرن اوبن والسيرفر لايف سيرفر، بيفتح اهوت اللي بيظهر فوق هنا. بص كده ماي شوب اللي فوق دي تمام. ننزلها بس كده. تاني حاجه بس خلينا اغير لون الفي اس نفسه من الاسود ده لاي لون تاني بس علشان الكتابه تبان يبقى اوضح شويه. هنغير ازاي؟ هروح لقائمه فايل اللي فوق ديت
انزل تحت كده حاجه اسمها preferences، ادخل فيها الاقي حاجه اسمها themes، ادخل فيها الاقي حاجه اسمها color theme. كويس، كليك عليها هيفتح لي لستة كده بالثيمز او الانواع الكالرز اللي عندي. ممكن بالسهم انزل تحت واطلع فوق، هتلاقي بص اللون بيتغير ورا ازاي. انا ممكن اجيب ده اللون بس فاتح بحيث ان ايه الكتابه تبان. اني اختار ده. لو انت حابب اللون الاسود مفيش مشاكل، كمل عليه مفيش اي مشاكل. انا هختار ده دلوقتي. اول اوامر من اوامر النصوص الاوامر اللي بتعمل عناوين في الصفحه. يعني ايه عناوين؟ يعني انا مثلا عايز ابتدي الصفحه بتاعتي من فوق كده منتجاتنا بخط كبير شويه كده تظهر على اساس على صوره عنوان. فعندنا تاج الاتش من اول اتش 1 لحد اتش 6. تمام، اكبرهم اتش 1 واصغرهم اتش 6. يعني انا عايز عنوان كبير شويه في الصفحه بستخدم اتش 1، عايز اصغر شويه بستخدم اتش 2، وهكذا لحد اتش 6. اول تاج هنستخدمه تاج الاتش 1 علشان نعمل عنوان كبير في بدايه الصفحه. فيلا اكتب معايا بقى اتش 1. هيجي لك اول واحد اختاره. فاكر كنا بنختاره علشان فيجوال ستوديو بيظبط لنا بقى ايه القفلات والفتحات، وبيقف في النص مستني الداتا بتاعك. ساعات بيقترح عليك بعض الحاجات زي ما هو مقترح عليا كده، فتقبلها مفيش مشكله، ما تقبلهاش خلاص. فاحنا هنكتب اور وبعد كده برودكتس. كويس، فده هيعمل لنا عنوان في بدايه الصفحه كده ومكتوب فيها اور برودكتس. تعالى نتاكد ونشوف النتيجه. فاكر كنا بنشوف النتيجه ازاي؟ كنا احنا منزلين حاجه اسمها لايف سيرفر. لو مش فاكره ولا ما شفتش ولا نسيته ولا ما شفتش الفيديو، ارجع بسرعه شوفه وارجع لي هنا تاني علشان بس هنكمل. اللايف سيرفر ده كنا بننزله علشان نقدر نشوف نتيجه الكود بتاعنا. كنا بنرايت كليك كده ونختار في حاجه اسمها اوبن وذ لايف سيرفر هنا، نكليك عليها. فكان اللايف سيرفر بيفتح لنا البراوزر ويترجم لنا البراوزر نفسه بقى بيترجم لنا ال HTML كود ده. انا بس هجيب الصفحه ديت هنا كده، هقلل بس الحجم بتاعها علشان يظهر الكود ورا كده هنا. تمام، وهختار دي كده علشان الاثنين يظهروا جنب بعض هنا علشان نكتب هنا الكود ومباشره اللايف سيرفر بيطلع لك النتيجه بتاعته هنا مباشره. كويس، بس هنقفل دي كمان هنا زي كده، بنخفيها بس ممكن ترجعها تاني، ترجع الفولدر بتكليك عليها تاني يظهر. انا بس خفيتها من هنا كده. فده اتش 1. تمام، انا قلت انا عندي اتش 2 واتش 3 واتش 4 واتش 5 واتش 6. كويس، فاتش 1 انا بعمل بيه عنوان في بدايه الصفحه. بعد كده تعال نجرب بقى اتش 2. كويس، انا مثلا عندي اور برودكتس او منتجاتنا، انا عندي مثلا موبايلات، عندي اجهزه كهربيه، عندي حاجات تانية، فانا ممكن استخدم اتش 2 فيها. ازاي؟ تعالى هنا كده في الفاضي ونكتب اتش 2. كويس، وبعدين نختارها. طبعا زي خلاص اتعودنا بقى، مش لازم اقول كل مره فيجوال ستوديو هيظبط لك الدنيا ويقفلها ويفتحها والكلام ده وهيسيب الايه. لان انا بتاكد دايما من القفلات والفتحات، لان انت لو نسيت قفله ولا فتحه الشغل اللي بيبوظ، البيج هنا بتتلخبط. كويس، فانا هنا استخدمت اتش 2 علشان اعمل بيه مثلا انا عندي اول منتجات وليكن موبايل. كويس، طب ليه ما ظهرتش هنا على طول؟ احنا قلنا اللايف سيرفر هيظهر اي تعديلات هنا على طول، لان انت لازم هنا في الكود هنا تسيف، يعني احفظ الملف الاول. ازاي احفظه يا باشمهندس؟ اروح هنا عندي طريقتين. اول حاجه من قائمه فايل هنا انزل الاقي اختيار اسمه سيف، اختاره. كويس، بص اختيار سيف جنبه ايه؟ جنبه الشورت كات بتاعه. يعني شورت كات يعني اختصارات، ممكن وانا شغال بالكيبورد ابريس او اضغط على كنترول مع اس هو سيف على طول. فانا يا اما اختاره من هنا يا اما انا واقف هنا على طول، لان مش كل شويه اروح فايل سيف فايل سيف. انا على طول وانا واقف هنا هدوس على كنترول سيف. شوف اول ما ادوس كنترول سيف هيعمل لي كتب لي هنا في الصفحه دي نتيجه الكود. خلي بالك دي نتيجه الكود، كتب لي موبايل بس اصغر شويه. وهكذا بقى عندك لو جربنا اتش 3 هتلاقيه اصغر شويه، لو جربنا اتش 4 هتلاقيه اصغر شويه، اتش 5 اصغر، اتش 6 اصغر. فانت جرب بقى الحاجات الثانيه دي. كويس، احنا جربنا اتش 1 واتش 2، جرب انت 3 و4 و5 و6. هنقول معلومتين سريعتين عن تاج الاتش قبل ما نسيبه. اول معلومه بالنسبه لتاج الاتش، بيعتبر بلوك. يعني ايه بلوك؟ يعني بيحجز السطر. يعني انا لما كتبت اتش 1 كده تمام، ده حجز السطر ده هنا كده كله. لو كتبت اي حاجه بعد كده بتنزل في السطر اللي بعده. زي ما انا كتبت تاج الاتش 2 كده نزل تحته. يعني تاج الاتش كله عباره عن بلوك. البلوك يعني بيحجز السطر كله، بيحجز السطر كله. ده حجز السطر كله. لو في اتش تاني بيحجز السطر كله وهكذا. احنا هنشوف تاجات دلوقتي، لو كتبتها وكتبت تاج بعدها بتلاقي الاثنين في نفس السطر.
تاني معلومه خاصه بتاج ال H1 بس، H1 بس. كويس. ايه المعلومه ديت؟ ان انت ما تكترش من تاج ال H1 في الصفحه، يفضل بس استخدامه مره واحده، علشان ده بيأثر على محركات البحث، الفهرسه، الاندكسنج. كويس. فاستخدمه مره واحده بس، علشان ده كويس للفهرسه بعد كده، او الاندكسنج، او اللي هي بتسيرش في جوجل فيطلع بسرعه يعني. كويس. كل ما كان مره واحده بس كل ما كان افضل. بعد تاج الاتش في تاجات كتير كلها سهله خاصه بالنصوص. كويس. زي تاج اسمه سترونج، بعمل خط او بيكتب لي كلام بخط تقيل شويه، زيه زي بي جاي من بولد بعمل تقيل شويه. في لو انا عايز اعمل السترنج بتاعي اندرلاين او تحته خط، في امر اسمه يو. لو انا عايز اعمل مايل شويه الخط، في امر اسمه اي جاي من ايتاليك. فنجربها على السريع كده. تعالى مع بعض نجرب امر سترونج. روح في الاخر خالص السطر اللي فيه في البرمجه، السطر اللي فيه H2 ده، ودوس انتر عشان يعمل سطر جديد، واكتب امر اسمه سترونج STRONG، وهيطلع لك اهوت. اختاره. كويس. هيظبط لك القفلات والفتحات. خلاص انت عرفت بقى الموضوع ده. واكتب مثلا we have nice موبايلز مثلا. هو اقترح عليك اهوت، انا هقبلها وهسيف. بص هتظهر تحت هنا كده، ايه ظهرت تحت اهي بخط تقيل شويه، مش خط عادي. خط عادي مثلا لو انا كتبت اي كلام هنا كده، اي حاجه مثلا، اي حاجه كده مثلا، وسيفتها، الخط العادي اهو. بص ظهر جنبه. وعرفت ظهر جنبه ليه؟ لان الامر السترونج ده ما هوش بلوك. يعني انا لو كتبت اي اوامر تحته، اي اوامر هتظهر جنبها هنا. فانا هشيل بس الايه اللي انا كتبته ده، عشان كنت انا بوريك الخط النورمال، الخط العادي. الفرق ما بين السترونج والخط العادي ان السترونج تقيل شويه. كويس. زي السترونج ده زيه بيكافئه امر اسمه بي جاي من بولد. فانا هكتب بيه هنا واقفل القفله، اغيرها طبعا، ما تنساش القفله، واسيف. هتلاقي نفس التاثير، ما حصلش حاجه. لو عايز كلمه وي هاف نايس موبايل ديت تظهر بخط مايل شويه كده، بستخدم امر اسمه اي جاي من ايتاليك. تمام. شيل بي كده وحط اي. كويس. هنا كده وسيف. هتلاقي وي هاف نايس برودكت بقت مايله شويه كده، جايه من ايطاليا. كويس. وهكذا بقى. يعني كل اوامر النصوص جربها على السريع كده. انا هحط لك لسته بيها واحط لك تاثيرها. جربها، ما فيش اي مشاكل فيها، سهله جدا جدا. طيب يا باشمهندس، ينفع اجمع امرين على نص معين؟ يعني انفذ امرين على نص معين؟ ينفع 3 و4 و5 و6 كمان. يعني مثلا وي هاف نايس موبايل ديت ظاهره بخط مايل، ممكن اجرب عليها امر سترونج كمان. يعني اشغل عليها امر سترونج. ممكن. تعالى قبلها كده قبل الاي واكتب امر سترونج. كويس. اختاره. تمام. بس هو حاطط لك القفله هنا، هنشيل القفله دي، هحذف القفله اهي، هحذف دي القفله بتاعت السترونج. كويس. وهروح في الاخر خالص، هو اقترح عليا هناك اهي، هنا كده القفله بتاعك قال لك انت ناسي السترونج. انا هعمل تاب بس، ادوس على زرار تاب عشان اختارها. يعني اسيبها بدل ما اكتب كل حاجه. انا ما بحبش اكتب كل حاجه، لان الكتابه بنفسك انت بتخطأ كتير. كويس. لو كل ما الاديتور بيساعدك مفيش مشاكل، بيريحك. سيف. هيظهر ايه؟ هيظهر، بص هيظهر يعني تقيل، سترونج او بولد، هي سترونج ومايل شويه. بعد كده لو انا حابب اعمل ليست هنا او قائمه بالموبايلات اللي عندي في الشوب بتاعي. يعني فرضنا ان انا بعمل موقع للشوب بتاعي او المحل بتاعي، وعندي قائمه بالموبايلات اللي عندي. فانا عندي نوعين من القوائم. ممكن القائمه تبقى مرقمه، يعني 1 سامسونج، 2 وليكن ايفون، 3 هواوي وكده. وفي قائمه تانية ما تكونش مرقمه، بحط القائمه مثلا وجنب كل عنصر بحط دايره او مربع او حاجه زي كده. التاج اللي بيعمل لي قائمة أو ليست مرقمة اسمه OL جاي من Ordered List. والتاج اللي بيعمل لي قائمة مش مرقمة اسمه UL جاي من Unordered List. تعالى بقى يا صاحبي نجرب. أول حاجة عايزين نعمل Ordered List أو لستة مرتبة، فالأمر اسمه OL. هختاره اهوت عشان يظبط لي القفلات والفتحات، وهدوس انتر. تمام. عشان اعمل سطر. كويس. كل عنصر من العناصر القائمه ديت، انا عايز اعمل واحد وليكن ايفون، 2 سامسونج كده، كل عنصر بسميه ليست ايتم. تمام. او ال اي. فانا هستخدم امر اسمه ال اي علشان اعمل اول عنصر. اختاره وهكتب مثلا ايفون، ده اول عنصر. واروح في الاخر هنا كده، وحتى مختار لي هو يعني مقترح عليه اقتراحات عناصر مختلفه، انا اختارها علشان ايه، ما اقعدش اكتب بقى بقيه العناصر، اختارها كده. تعال بقى نسيف ونشوف اللي حصل. سيف. بص ظهر ايه. عمل لي لسته مرتبه زي ما انت شايف كده، 1 ايفون، 2 سامسونج، 3 جوجل. تعال بقى اما نشوف الليسته اللي هي مش مرقمه او مش مرتبه، اللي هي ان اوردرد ليست. الامر زي ما قلنا اسمه يو ال، وهو شبه الاو ال بالظبط، اخوه، مفيش فرق كبير يعني. فتعال نجربه بسرعه. نيجي هنا بعد القفله بتاع الاو ال ندوس انتر واكتب يو ال،
هيجي اختاره علشان يعمل لي قفلات والفتحات. هو مقترح عليا اهوت اقتراحات، انا هختارها بس علشان اوفر وقت الكتابه، وهسيف كنترول اس. هتلاقي ايه ظهر هنا الليسته مش مرقمه، مش 1 2 3، لا ظهرت وجنبها دايره كده، جنب كل عنصر او كل ايتم او كل ال اي ظهر الدايره. في حاجتين قبل ما نسيب الاو ال واليو ال نقولهم بس بسرعه. بالنسبه للاو ال اللي هو الليسته المرتبه، هل ممكن اغير الارقام دي لحروف مثلا؟ ممكن بكل بساطه. في خاصيه اسمها تايب بقدر اغير بيها الخاصيه ديت. وازاي اكتبها ازاي؟ باجي شفت الاو ال ديت، باجي بعد ال وبعدين ادوس مسافه واكتب تايب كويس ويساوي، وبعدين عندي A كابيتال وسيف، هيعمل لي ترتيب ابجدي A B C كابيتال، او اغيرها ل A سمول هيعمل لي ترتيب ابجدي A B سمول. الحاجه الثانيه بالنسبه لليو ال، هل ممكن اغير الدايره دي لمربعات مثلا او حاجه زي كده؟ ممكن اغيرها، بس دي هنبقى نشوفها لما نيجي ندرس السي اس اس باذن الله رب العالمين. طب يا صاحبي، لو انا عندي مثلا الايفون ده تحته لسته ثانيه، يعني عندي ايفون 14 و15 و16 كده، هل ممكن يبقى لسته جوه لسته؟ ممكن ينفع، مفيش اي مشاكل، ولسته جوه لسته جوه لسته مفيش اي مشاكل. طب اعملها ازاي يا هندسه؟ تعالى هنا داخل اول عنصر، مش ده الايفون ده من اول عنصر هنا كويس، بعد الايفون تمام، بعد الايفون نفسه دوس انتر خلاص، وانزل اهوت في السطر ده اكتب اللي انت عايزه، اكتب كل الاكواد بتاع الاتش ام ال اللي انت عايزها، مفيش اي مشاكل. انا هعمل ايه؟ اعمل يو ال ولا او ال؟ خلينا نعمل او ال ثانيه كويس، او ال ثانيه تمام، واعمل ال اي كويس، واكتب مثلا ايفون هو مقترح عليا اهوت، انا اختارها عليا بقيه الاقتراحات كلها اختارها. فبص بقت او ال جواها الايات بتاعها ال اي ال اي ال اي، وكل ال اي ديت داخل، يعني الاو ال كلها داخل ال اي بتاع الايفون. تعمل سيف هتلاقي الايفون نفسه عمل تحته لسته ثانيه، وهكذا ممكن الليسته جواها لسته جواها لسته جواها لسته، وهكذا وهكذا. ممكن الاو ال جواها يو ال او العكس، مفيش اي مشاكل خالص. اهم حاجه انت تخلي بالك من القفلات والفتحات، تخلي بالك انت بتكتب الكود فين، تخلي بالك لازم الكود يبقى بالشكل ده، لان في ناس كانت بتبعت لي فيه اخطاء، فبلاقي ناسي قفله ناسي فتحه ناسي حاجات زي كده، فتخلي بالك دايما. طب يا صديقي، لو انا بعد جوجل بيكسل ده العنصر ده تحت كده عايز اعمل خط في هنا كده كويس، اعمل ازاي؟ في تاج اسمه اتش ار بكتبه فبيعمل لي خط، بس التاج ده هتلاحظ فيه حاجه غريبه جدا عن بقيه الاتش تي ام ال تاج. بص مكتبه اتش ار كويس واختاره، شوف ايه اللي هيحصل، مش هتلاقي له قفله ثانيه، يعني مفيش قفلات بقى زي بقيه التاجات كويس. ده تاج من ضمن التاجات اللي انا قلت لك عليها قبل كده، ان في 3 4 تاجات ما لهمش قفله. ليه مالوش قفله؟ لانه ما بيمتدش تاثيره على الحاجه اللي بعده، يعني هو هيعمل خط بس يعني تمام. يعني مثلا السترونج كان بيتنفذ فيحول الكلام ده لسترونج، الاي بيحول الكلام اللي بعده مثلا ايتاليك، وهكذا الاتش بيحول الكلام اللي بعده العنوان. انما ده مش هيحول حاجه بعده، فهو بس هو بيكتفي تاثيره ان هو يعمل لاين تعالى او خط. يعني تعال سيف هنلاقيه عمل خط فاصل، الخط ده عمل خط فاصل كده، وهكذا. انا بستخدمه ان انا بعمل خطوط فواصل ما بين الفقرات وبعدها او حاجات زي كده، حسب بقى الديزاين، حسب الشكل بتاع الصفحه اللي انت عايزه. في امر كمان ملوش قفله شبه الاتش ار كده اسمه البي ار تمام، بستخدمه ان انا اعمل بريك لاين. يعني ايه بريك لاين؟ يعني الكلام اللي بعده هينزل في سطر جديد. زي ايه؟ تعال نجربه. يعني مثلا لو انا عندي السطر ده فيه كلام كتير، مثلا انا مثلا وي هاف نايس موبايل وبلا بلا 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 كلام كتير جدا جدا، وعايز بعد كده يقوم نازل في سطر جديد، فباجي عند الكلام اللي انا عايز انزله في سطر جديد واكتب الامر اللي هو بي ار. تعال بس ننفذه حاليا دلوقتي. مثلا فرضنا عايزين بعد موبايل كده، الموبايل دي واللي بعدها لو في كلام ينزل في سطر جديد، فباجي قبل موبايل في الكود، يعني قبل موبايل هنا كده بعد نايس تمام، اعمل مسافه وهكتب الامر اللي هو بي ار كويس، وهقفل على طول. بس هو كده، ملوش بقى قفلات تانية، يعني ملوش فين القفله التانية والفتح، ما هو زي الاتش ار، هو بي ار له بس اكبر منه واصغر منه، وملوش فتحه تانية او قفله تانية كويس. فسيف هتلاقي موبايل ديت نزلت في سطر جديد. لو موبايل بعدها كلام مثلا، لو انا هنا كده كاتب اي كلام اي كلام اي كلام، هتلاقيه كتب جنب موبايل، يعني خد الكلام اللي بعد البي ار ونزله في السطر الجديد. انا اشيل بس الايه الكلام اللي انا ضفته ده عشان بس في البرمجه شكلها حلو. الصفحه بتاعي التاج بسيط جدا وسهل جدا، تعال نجربه ونشوف. التاج اسمه اي ام جي اختصار ايمج تمام. تعالى هنا كده مثلا لو انا بعد موبايل دي
عايز اعرض صوره موبايلات مثلا، فانا فين السطر ده في الكود؟ هنا كده، ده هاجي هنا كده وادوس انتر وهكتب بقى اي ام جي، هو جابه لي اهوت، هختاره. هتلاقي ده تاج ملوش قفله، لان هو بس بيعرض صور، ما بيتعداش تاثيره على حاجه تانية، هو تاج بيعرض صور بس له خصائص. ايه الخصائص؟ اول حاجه السورس، الاس ار سي. يعني ايه السورس؟ يعني الصوره بتاعي، مصدر الصوره بتاعي، الملف اللي عارضه ملف الصوره. كويس. خاصيه الالت دي هقولها لك بعد شويه. دلوقتي خلينا نركز بس على السورس. السورس احنا عايزين نديله ما بين علامتين التنصيص دومت، عايزين نكتب له اسم الايه، اسم الصوره، اسم ملف الصوره بالاكستنشن بتاعه، بالامتداد بتاعه. كويس. انا جبت صوره وحطيتها على نفس الفولدر اللي احنا شغالين عليه. لو نسيت احنا عملنا الفولدر ده ازاي او اللي كده، ارجع للفيديوهات اللي فاتت. الصوره اسمها موبايلز دوت جي بي جي. الاسم ده بالظبط كده زي ما هو مكتوب هنا كده، هتكتبه هنا كده ما بين العلامات، علامتي التنصيص، علامتي التنصيص. تمام، هتكتبه هنا كده موبايلز. تمام، هو ايه اقترح عليك اهوت لانه شايفه على نفس الفولدر، اختاره. كويس. سيف، هيطلع لك الصوره هنا كده. الصوره كبيره قوي يا باشمهندس، ينفع اصغرها؟ ينفع تصغرها. في خاصيه في الصوره اسمها ويدث. تمام، ويدث عرض الصوره بظبطه بحيث ان هو يصغرها شويه. تمام، مقاس الصوره بيبقى بالبكسل بالنقطه، فانا باجي بعد القفله الثانيه بعد علامتي التنصيص مسافه واكتب ويدث دبليو اي دي، هو جابها لي اهي دي تي اتش، اختارها واكتب له الويدث بالبكسل وليكن 200 بكسل مثلا دي اكس. سيف، هتلاقي الصوره صغيره زي كده زي الفل، قشطه تمام بكل سهوله. طب ايه الت ديت؟ بكتب فيها معلومات بحيث ان لو الصوره ديت ما ظهرتش لاي سبب من الاسباب او حصل ان هي ما نزلتش عن طريق البراوزر او اي حاجه، بيظهر البيانات اللي هنا بدل ما يظهر الصوره مكسوره ولا فيها مشكله. كويس. ممكن اكتب فيها اي حاجه، ممكن اكتب فيها this is موبايل فوتو اي حاجه. تمام، وسيب. هي مفيش اي تاثير هنا، تظهر بس لو الصوره ديت ما فيها اي مشكله. كويس. تعالى بس نظبط هي دي ظاهره كده ليه؟ لان هي ظاهره جنب الصوره، فاحنا هنيجي بعد الصوره هنا كده، عارف التاج اللي كان بينزل سطر هنا احنا مستخدمينه اهو بي ار، هنيجي هنا بعد الفوق بعد الصوره ونكتب التاج اللي هو بي ار، اختاره علشان بس يظبط الدنيا. هدوس هسيف، بس كنترول اس، هتلاقي الدنيا ظبطت شويه الصوره وظهرت وي هاف. انا قيست موبايل ظاهره في سطر تاني، نسيت، انت نسيت شكلك علشان احنا كاتبين بي ار دي. بي ار دي هي اللي نزلت الموبايل ده في السطر اللي بعده. شيلها هتلاقي الدنيا ظبطت قوي. انا هشيلها، هحذف دي بس، هحذف دي وهسيف، تلاقي الدنيا ايه، رجعت زي ما كانت. عندي موبايلز، الصوره بتاعته صور من الموبايلز. احنا عندنا موبايلات جميله جدا، الليسته بتاعها اهيت، ايفون تحته الليسته بتاعه، وبعد كده سامسونج ممكن احط تحته ليسته، وجوجل احط تحته ليسته. جربنا الايه الان اوردر ليست اللي تحت ديت، ممكن نشيلها او نسيبها عشان بس ايه، لان انا الكود ده ان شاء الله هسيبه الديسكريبشن عشان اي حد يرجع له. ندخل بقى على تاني حاجه مهمه وهي الرابط او الروابط، اللينكس. تمام، يعني ايه الكلام ده؟ انت في الموقع بتلاقيك من صفحه بتدخل على صفحه ثانيه، والصفحه الثانيه بتخش على صفحه ثالثه وهكذا، لان الموقع بيبقى كبير ومتقسم لصفحات. فانت من الصفحه ديت لازم تقدر تدخل على الصفحه اللي بعدها او تدخل على صفحه ثانيه، او بيبقى في لينك هنا معين مثلا، كليك هنا علشان يوديك لصفحه ثانيه، ممكن صوره تكليك عليها توديك لصفحه ثانيه وهكذا. ازاي اعمل اللينك ده؟ برضو بكل سهوله جدا، في امر واحد او تاج واحد بستخدمه علشان يعمل لي اللينك. التاج ده اسمه ايه؟ على فكره انا ما بسالش، هو التاج ده فعلا اسمه حرف الايه، حرف الايه. كويس. تعالى كده مثلا لو انا بعد موبايلز ديت عايز اضيف لينك يوديني صفحه الموبايلات بقى اللي فيها معلومات عن الموبايلات والكلام ده، الموبايلز اللي مكتوبه هنا او اللي ظاهره هنا كنا كاتبينها بالامر ده. هتيجي بعده في الاخر كده وتدوس انتر ونكتب بقى ايه مش بسال برضه، هنكتب ايه اهو ايه. تمام، هيجي لك اهو. كويس. اختاره، هتلاقيه ايه كاتب لك الخصائص بتاعته كلها ومظبط لك الدنيا. انا بس هعمل تاب او كده او انتر او اي حاجه علشان ايه، اختار او اسيب الاختيارات. ايه بقى الحاجات اللي مكتوبه فيه؟ انا عرفت اسم التاج، في خصائص بتيجي مع التاج زي ما شفنا كده في الصوره اللي تحتها ده، في خصائص بتيجي مع الصوره، في خصائص بتيجي مع الايه، مع الايه تاج. اول حاجه الاتش ريف. الاتش ريف ديت بديله اسم الملف، اسم الملف بتاع ال HTML او اسم الصفحه بتاع ال HTML او اللينك لاي ويب سايت تاني عايز يروح. يعني ممكن اكتب اي لينك هنا، ممكن يعني مثلا اكتب لينك هنا هو مقترح عليا الابل، ممكن يبقى الجوجل، ممكن يكون لاي حاجه تانيه. يعني ممكن اللينك ده اطلع منه اروح على موقع تاني، او يكون ملف داخل
الويب سايت بتاعي او الموقع بتاعي. كويس، بكتبه هنا كده في الاتش انا ممكن اجي هنا واكتب انا عايز لما كليك هنا تفتح لي google.com. كويس. طيب ايه التارجت ديت؟ التارجت ديت علشان هل يفتح في صفحه جديده، يعني لما كليك هنا يفتح لي في تاب جديده كده في البراوزر، ولا يفتح في نفس الصفحه دي، وهكذا. طيب وايه اللي هنا ده بقى الاسم اللي هيظهر هنا علشان لما تكليك عليه يروح للمكان ده، يعني نص تكست كده. مثلا ممكن نكتب كليك هير، كليك، شيل ده بس كده، كليك هير، هو اقترح اضغط عليه هير. كويس، واسيف. هيطلع لي لينك تحت هنا كده اهو. شوف لما باجي عليه بالماوس او الكورسر او المؤشر بتاع الماوس بيتحول لصابع كده، لو كليك عليه هيوديني لجوجل.com. كليك عليه هنا كده هتلاقي جوجل فتحت هنا. ده لو انا عايز اعمل لينك من الويب سايت بتاعي للويب سايت. طيب لو انا عايز اعمل لينك بقى من الصفحه دي لصفحه ثانيه في الموقع بتاعي، وده غالبا اللي بيحصل، في الموقع عندك، انت بتعمل من صفحه لصفحه ثانيه. كويس. تعالى نعمل بس ايه صفحه HTML ثانيه ونجرب نشوف هنعمل ايه. انا هقفل بس ده كده، هقفله دلوقتي، هكبر ده بقى عشان نشوف الكود بتاعنا، وهاجي هنا هرجع تاني للفولدر علشان اعمل ملف. بعمل ملف من هنا، لو نسيت برضه ارجع اشوف الفيديوهات اللي فاتت. بعمله من هنا كده، افتح لي بوكس هنا، مستنيك تدخل الاسم بتاعه. دخل اسم، اي اسم انا هسميه موب اي اسم، موب دوت HTML، لازم HTML. دوس انتر. كويس، فتح لي الملف هنا ومستنيك بقى ايه تكتب الكود بتاعك. فانا مش هكتب بقى الاساسيات تاني. فاكر احنا استخدمنا خاصيه الايميت، جينا هنا وعملنا او كتبنا علامه التعجب ودوسنا انتر، كتب لي هو الاساسيات كلها وظبط لي الدنيا، ومستنيني في البادي اكتب البادي بتاعي. كويس. ممكن بقى اكتب بقى طبعا انواع موبايلاتي وداتا وحاجات كتير جدا اللي اتعلمناها كلها في الكورس دلوقتي نكتبها، مفيش اي مشاكل. انا بس هستخدم خاصيه الايميت واكتب اي داتا علشان بس نجرب اللي احنا شغالين فيه. في امر مش من اوامر ال HTML، ده خاصيه حاجه موجوده في الفيجوال ستوديو. انا ممكن اكتب لورم زي كده واختارها، هو يكتب لي شويه كلام، اي كلام يكتب لي، بص كلام كتير كده، اي كلام وخلاص، اي كلام، بس اي كلام، ده مش اوامر، ده بس اي كلام كده عشان الصفحه تبقى فيها بيانات يعني. وسيف، كنترول اس. كويس. بقى انا عندي دلوقتي ثلاث صفح كود من ال HTML اللي موجودين في الموقع، الهوم اللي احنا كنا شغالين عليه في الاول خالص وسيبناه، وعملنا برودكتس، وعملنا موب او موبايل HTML. كويس. انا هنا بقى في البرودكتس ديت عايز لما يكليك على كليك مي هنا يروح للصفحه دي بكل بساطه. شيل بقى اللينك بتاع جوجل ده اللي احذفه، ديليت اهو، ديليت. اكتب بقى هنا اسم ملف ال HTML بالظبط اللي انت عايز تروح له اهو، MOP، وما تنساش دوت HTML زي ما قلت لك في الصوره، اكتبها بالظبط زي ما هي بالامتداد بتاعها. هنا برضو هتكتبه بالامتداد بتاعه، هختاره اهو وسيف. يلا بقى اوبن الصفحه ديت في اللايف سيرفر علشان نشوف نتيجه البرمجه اللي احنا جربناها. رايت كليك هنا، اختار اوبن ويز لايف سيرفر، ترجمه هنا، طلعها لك وطلع لك اللينك ده. كليك على اللينك هيفتح لك الصفحه اهيت اللي احنا عملناها. عايزين بس نتاكد من اسمها، هنكبر ده شويه، هتلاقي الصفحه اسمها mob.html، ودي الداتا اللي احنا كتبناها. احنا كتبنا اي داتا، بس لو في اي تاجات بقى وصور وحاجات ثانيه هتظهر، مفيش اي مشاكل. نرجع بقى نقفل ده ونرجع للكود بتاعنا. يبقى ده بقى تاج الايه اللي انا بعمل بيه اللينكات. خاصيه الاتشريف بديله اسم الصفحه او اسم ملف ال HTML اللي هيروح له. خاصيه التارجت دي بتحدد لي هل هيفتح الصفحه الجديده او هل هيفتح ال HTML الجديده في نفس التاب بتاع البراوزر او نفس التاب المتصفح، ولا هيفتحها لي في تاب ثانيه. نشوف كده. لو انا عايز في نفس التاب هاجي هنا كده اشيل البلانك واكتب اندرسكور سيلف، دي سيلف نفس التاب. تعال نشوف تاثيرها كده عشان نفهمه. سيف، وبعدين رايت كليك وروح على اللايف سيرفر، هيفتح. هنكبر دي كده. بص لما كليك هنا ايه اللي هيحصل؟ هيفتح لي في نفس التاب اللي انا واقف عليها دي، مش هيروح بقى تاب ثانيه زي قبل كده. كليك هنا، فتح في نفس التاب اهي، فتح الصفحه اللي احنا رحنا لها دي بس في نفس التاب. عايز ارجع بقى للصفحه اللي انا كنت فيها، ممكن من باك هنا، باك دي الزرار بتاع باك بتاع البراوزر ده هيرجع لي نفس الصفحه. كويس.
دي هيطلع يرجع لي كده، ده باك وفورورد نفس البراوزر. كويس. او انا اعمل هنا بقى زرار هنا كده، او اعمل لينك تاني يرجعني على الصفحه الاولانيه، يبقى من الصفحه دي بروح للصفحه اللي هنا، ومن الصفحه اللي هنا بروح للصفحه اللي هنا. اعملها انت بقى دي، روح للبيج الثانيه دي في HTML واعمل لينك هنا يوديني على الصفحه اللي فاتت. اعملها انت بقى وقول لي لو حصل مشكله. بكل بساطه هتحط لينك وتربطه وتكتب فيه اسم صفحه ال HTML الثانيه اللي انا عايز اروحها، اللي هي اسمها برودكت. طب يا باشمهندس، انا ساعات بشوف اللينكات بتبقى على الصور، ازاي اعمل الكلام ده؟ بكل بساطه بدل ما تكتب نص هنا كده جوه تاج الايه، اكتب صوره، مش اي مشاكل. يعني ممكن الصوره ده اهي اللي احنا عندنا اوريدي بتاع اللي بتطلع الموبايلز، ممكن نخليها هي تبقى لينك. ازاي؟ احطها في تاج الايه. ازاي برضو؟ تعالى هنا كده دوس انتر، فضي بس السطور عشان تكتب فيها، وفوق هنا كويس دوس انتر واكتب تاج الايه هنا. تعالى نشوف ادي ايه، اعمله. بس القفله بتاعه بقى ده ايه، خدها احطها بعد الصوره. قفله الايه دي، القفله الاخيره دي انا هشيلها ديليت 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 ديليت، وهنزل بعد الصوره هنا في السطر ده هعمل قفله الايه اهي. قفله الايه بقت هي الصوره اللي جوه الايه ده. كويس. ولسه بقى هكتب هنا، حتى اقترح عليا اللينك اللي انت هتروحه، دوس تاب بس تاب عشان ايه تختار اللي هو ايه تقترحه عليه وسيف. ايه اللي انا عملته دلوقتي؟ انا عملت الصوره نفسها بقت لينك. ازاي؟ ما هي بقت محاطه باللينك، محاطه بقت داخل جوه التاج بتاع اللينك، فتاثير اللينك اصبح عليها. بقى انا عندي لينك تكست ولينك صوره. تعال نجرب ونشوف النتيجه بتاعتنا. رايت كليك، روح اوبن وذ لايف سيرفر، هيفتح لك اللايف سيرفر. دلوقتي اصبح عندنا التكست ده اللينك يودينا. بص لما تروح على الصوره اصبحت الصوره كمان هي كمان لينك، لما كليك عليها هتوديني لنفس الصفحه بتاعه الايه اللينك اللي انا عملته على النص. لو في طبعا داتا هنا هتظهر، بس احنا عاملين حاجات بسيطه. ارجع تاني بقى كده الصفحه بتاعتي هنا، فاصبح عندي لينكين، واحد على الصوره وواحد على التكست، وهكذا بقى. ممكن تحط اي لينكات في اي حته، ومن صفحه لصفحه، ومن الصفحه اللي هنا دي تروح للصفحه اللي هنا، وهكذا. فدي فكره اللينكات اللي موجوده في السايت. حجب انتر هيعمل لك الايه الهيكل كله بتاع الصفحه، ويقف داخل البادي هنا مستنيه تكتب الكود. التاج اسمه فيديو، VIDEO، جابه اهوت اختاره. في خاصيه اسمها سورس، زي خاصيه السورس اللي موجوده في تاج الايمج اللي كنا بنديها اسم الصوره، هنا هنديله اسم ملف الفيديو اللي احنا عايزين نشغله. انا جبت بس ملف فيديو وحطيته على نفس الفولدر اللي انا شغال عليه. تمام، ده اسم ملف الفيديو 0719.mp4. انت ممكن تشوف ملف فيديو انت صورته بالموبايل ولا حاجه، وتاخد الملف وتحطه على نفس الفولدر بتاع اللي انت شغالين فيه. وبعدين بقى اسم الملف ده بالظبط هتكتبه داخل السورس هنا، اسم ملف اللي هو 0719 ده اسمه دوت mp4. كويس. هنسيف، نسيف بقى. ده شكل الفيديو تاج بقى دلوقتي. الفيديو وبعدين SRC بديله اسم الملف بالظبط، وبقفل القفله. خلي بالك هنا ان ده مختلف عن تاج الايمج. تاج الايمج ما كانش فيه قفله، هنا تاج الفيديو فيه قفله ثانيه. خلينا بقى ايه نشوف الاوتبوت بتاع الايه اللي احنا كتبناه ده. كنا بنعمل رايت كليك ونروح حاجه اسمها اوبن وذ لايف سيرفر، نفتح الملف ده بقى يترجمه لنا في اللايف سيرفر. كويس. هنلاقي الفيديو اتعرض هنا كده. كويس. ده بشغله منين؟ دي صوره بس. تمام. نرجع تاني للفيديو. التاج بتاع الفيديو في خاصيه تانية هنا كده، نيجي بعد اسم الدبل كوتيشن ديت او علامتي التنصيص نعمل مسافه ونكتب خاصيه اسمها كنترولز. كنترولز. تمام. هتجي لي ايه اختارها كنترولز علشان يضيف لي الكنترولز اللي انا كبر شويه كده اهو. كنترولز عشان يضيف لي الكنترولز او الحاجات اللي انا بتحكم فيها في الفيديو، اشغل اقفل. تعال نجرب كده بس. رايت كليك اوبن لايف سيرفر. كويس. هتلاقي ضاف لي تحت هنا ايه الكنترول. نشغل بقى من الزرار اللي تحت ده. هنشغل. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله هنبتدي كورس موازي لكورس الويب، لغة هتدخلك عالم الاي اي. هنقفل الفيديو، قفلنا الفيديو بس بنفس الزرار تاني. ده بس كان اعلان على كورس البايثون احنا بدأناه، موازي الكورس الويب ده. اللي عايز برضه يتابعه هو موجود على القناة ان شاء الله.
نيجي هنا في خاصيه تانية اسمها، فاكرين كنا استخدمناها في الايمج برضو، اللي ما اتفرجش على الفيديو اللي فات يرجع يتفرج عليه. خاصيه اسمها width WDTH، كنا بنقلل بيها العرض بتاع الصوره، يساوي علامتي التنصيص. ما تنساش دايما في حاجات كده بستخدم علامتي التنصيص، هنكتب جواها وليكن 200 بكسل، نزود نكتب البكسل، نسيف. كويس، هتلاقي الفيديو الويتس بتاعه او العرض بتاعه اضيق شويه. تمام. ممكن في خاصيه تانية اسمها هايت علشان الارتفاع بتاعه، نكتبها نروح للاخر هنا كده نكتب هايت HEIGH، هو جابها لي اهوت، خليه وليكن مثلا برضو 200 بكسل. مش هكتب، بس هكتب 200 وخلاص، مش هقول البكسل بي اكس. نسيف، نرجع تاني هنا هنلاقيه الارتفاع بتاعه سيرش وبقى شكله كويس. بقى عندي كنترول بيتحكم في القفل، السلام عليكم. عندي ان انا اقدر اتحكم في العرض والارتفاع. طبعا ده بيماكسمايز زي الكنترول، زي اللي بتتفرج على فيديو، لو كليك على ده كده هيكبر الفيديو. تمام، ويديك الحجم فول سكرين. لو عايز اصغر بسكيب هيرجع تاني. في بعض الخصائص المفيده في تاج الفيديو زي ايه مثلا؟ زي مثلا انا عايز اول ما يفتح الفيديو ده يقفل لي الصوت، ما يبقاش فيه صوت. في خاصيه هنا اسمها ميوتد. عايز مثلا اما الفيديو ده يشتغل يفضل يشتغل على طول، يعني يروح هنا ويرجع تاني يشتغل. تمام، اسمها لوب. في خاصيه ثالثه، عايز اول ما يفتح الصفحه الفيديو يشتغل، اسمها اوتو بلاي. بس ديت غالبا البراوزر او المتصفحات ما يعني ايه ما بتسمحش بيها احيانا. تمام، هنجرب بسرعه كده مثلا ميوتد يعني ايه؟ ميوتد يعني اول ما تفتح اقفل لي الصوت. كويس، على نعمل كده واوبن ويز لايف سيرفر. تمام، اول ما يشتغل هنا الصوت، بص علامه الايه السماعه مقفوله. تمام، لو شلتها هترجع تاني صوت. حتى لو شغلت هنا كده مش هتلاقي فيه صوت، هو شغال اهو، مش هتلاقي فيه صوت لان احنا قفلناها. تمام، قفلناها بالكود. ممكن انت تقفلها من غير الكود لانه اوريدي مطلع الكنترولز دي. ممكن لو عايز افتحها ممكن افتحها من هنا، افتحها ايه اللغه ديت؟ اكتبوا. اقفلها تاني. تمام، فميوتد ان ممكن اتحكم من الكود او اتحكم من الزرار بتاع الكنترول هنا، بيرجع يفضل شغال على طول، يروح ويشتغل ويرجع ويشتغل والكلام ده. فدي خصائص انا بكتبها في الكود علشان اتحكم في الفيديو ده. تمام، بس اهم حاجه تعرف ان تاج الفيديو زي كده. تمام، اهم خاصيه فيه اسمها السورس، بديله اسم الملف بالكامل بالامتداد بتاعه. تمام، الامتداد MP4 ده امتداد مشهور جدا، لما بتصور اي حاجه بالموبايل بيديك الامتداد ده، بيديك نوع الملف ده. كويس. خاصيه الكنترول علشان يظهر لي التحكمات اللي تحت دي، ان انا اشغل، ان انا اعلي الصوت، اوطي الصوت، الحاجات دي، اكبر، ماكسمايز بطول الشاشه وعرضها. تمام، ده الكنترولز. الويدث والهايت عشان اتحكم في الويدث والهايت بتاع الايه الفيديو. دي اول طريقه في عرض الفيديو. بس في مشكله هنا في استخدام التاج. المشكله ايه؟ المشكله لو الفيديو ده كبير، حجمه كبير، تمام، مش هعرف استخدم تاج الفيديو. ليه؟ لان ال HTML لو انت حاطط فيه حاجات زي صور وفيديوهات وحاجات كبيره، الصفحه دي ما بتترسمش الا ما ينزل كل المحتويات اللي فيها. بمعنى ايه؟ بمعنى تاج الفيديو ده او الفيديو اللي فيه ده لو حجمه كبير جدا جدا جدا، الصفحه دي لما تيجي تنزل او تيجي تروح للموقع بتاعك وتيجي تشغل الصفحه ديت علشان اي حد يشوفها، علشان تبان الصفحه بتاخد وقت كبير جدا جدا جدا، لدرجه ان المستخدم ممكن يحس ان الصفحه ديت ايه مش شغاله، لان مش هتتعرض الا لما المحتويات بتاعتها كلها تنزل، وتنزل عندك على الجهاز اللي انت شغال فيه سواء كمبيوتر او موبايل، وبعد كده تبان. طب الحل ايه لو الفيديو كبير؟ الحل في الحاله ديت ان انا الفيديو بتاعي ده احطه على مثلا حاجه زي اليوتيوب، حاجه زي فيميو. المواقع ديت بتديك حاجه بتعمل حاجه اسمها ستريمنج. يعني ايه ستريمنج؟ يعني بتقطع الملف حته حته كده وتبعته للمتصفح يعرضه. فانا الملف بتاعي الكبير قوي ده هروح احطه، ملف الفيديو هروح احطه اطلعه على حاجه زي اليوتيوب كده مثلا، وبعد كده من اليوتيوب اخد كود كده من اليوتيوب هنشوفه دلوقتي، وبعدين الكود ده هستخدمه في الكود بتاع ال HTML هيعرض لي ايه الفيديو بتاعي. تعال نشوف مثال. دي قناتي على اليوتيوب مثلا. كويس، انت بتعمل لك قناه بكل سهوله على اليوتيوب، سهله جدا مفيش اي مشاكل.
تحط فيها بقى الفيديوهات بتاعتك الكبيره. تمام. يا ريت يا جماعه تخشوا على القناه ديت اللي فيها كل الفيديوهات بكل سهوله، هتوصل للفيديو اللي انت عايزه بكل سهوله يعني. كويس. فانا مثلا دلوقتي عندي فيديو كبير هطلعه على القناه دي، هطلعه ازاي؟ شفت الزرار اللي عليه كرييت ده، كرييت دوت، كليك عليه واختار ابلود فيديو وامشي في الخطوات بتاعه. هيقول لك الفيديو بتاعك اللي انت عايز تابلوده او تطلعه عندهم، ابلود يعني اطلع الفيديو على اليوتيوب. كويس. هو فين؟ تدي لهم الفيديو، هتطلعه تخلص خالص الديسكريبشن والداتا بتاعته وكل حاجه وتخلصه. بعد ما تخلص وتضيف الفيديو على اليوتيوب هيبقى بالشكل ده كده. طيب اجيب الكود بقى منين؟ انت قلت لنا في كود هاخده من هنا احطه في كود ال HTML بتاعه وصفحه ال HTML بتاعي. هشغل الايه اليوتيوب من هناك. تمام. كويس. فرضنا مثلا ان انا طلعت الفيديو ده مثلا، كليك عليه. تمام. هيفتح لك، اشتغل عادي الصور في بتفرق اليوتيوب كتير في شكل الموقع وبتجذب اي واحد يزور الموقع. ويشتغل عادي في اليوتيوب كده. كويس. انا وقفت بس الفيديو. هجيب الكود منين؟ تنزل تحت كده في زرار هنا اسمه شير اهو، كليك على شير. هتلاقي في زراير هنا كده. شوف الزرار الاولاني ده ما بيفكركش بحاجه، القفله والفتحه دي بيفكرك بال HTML. هو ده، كليك على اول واحد ده، هيديك كود هنا ال HTML. مش ضروري تعرفوا دلوقتي الكود ده ايه هو، بس كوبي الكود ده من الزرار اللي تحت ده، كوبي. كويس. وبعدين روح بقى الكود الصفحه بتاعك في ال HTML، الكود نفسه ده تاج الفيديو اللي كنا شغالين فيه، روح للاخر خالص ودوس انتر. تمام. تمام. هو هيحط لك كود جديد، يعني مش داخل تاج الفيديو ده، كود جديد. وبعدين الزق بقى اللي انت نسخت من هناك. اضغط على زرار كنترول وفي، هينسخ لك الكود اللي انت اخدته من اليوتيوب هناك. تمام. الكود ده برضو بيستخدم تاج HTML اسمه اي فريم، هبقى اشرحه قدام شويه. كويس. وخاصيه الويدث والهايت زي تاج الفيديو، ان هو بيحدد الهايت والويدث بتاعه، يعني العرض والارتفاع. وخاصيه الاس ار سي او السورس زي تاج الفيديو اللي هنا اللي شفناه، بتديله المسار بتاع اليوتيوب بتاعك، اليو ار ال بتاع اليوتيوب او مسار اليوتيوب. كويس. بس خلي بالك المسار هنا بتاع اليوتيوب بتاع الفيديو اللي انت عايزه تشغله هنا بيستخدم حاجه اسمها الامبed، يعني ده مش المسار العادي اللي انت بتشوفه في اليوتيوب فوق. ده مش المسار العادي او العنوان بتاع اليوتيوب العادي، لا، دي حاجه خاصه بالامبed علشان تقدر تشغله من اليوتيوب. كويس. وبعد كده كمل هتلاقي التايتل، العنوان بتاع الفيديو. وبعد كده حاجات بقى خاصه باليوتيوب نفسه. دي حاجات كلها خاصه بقى ايه باليوتيوب نفسه، مش ضروري تعرفها دلوقتي يعني. تعال بس ايه نشوف الاوتبوت بتاع او نشغل بقى الصفحه. نروح على الاوبن لايف سيرفر ونشوف بقى الصفحه بقت ايه، عرض لي الكلام ده ولا لا. بص تلاقي جاب لي الفيديو اهو، جاب لي الفيديو بتاع اليوتيوب وحطه هنا اهو، عرضه لي في الصفحه بتاعتي. ممكن اشغل كمان من هنا، ممكن اكليك على هنا هيشغل لي الفيديو. الصور بتفرق كتير في شكل الموقع وبتجذب اي واحد يزور. فبكل بساطه عرضت الفيديو بتاعي اللي موجود في اليوتيوب عندي في الصفحه بتاعتي او في الموقع بتاعي. وبكل بساطه ربطت اليوتيوب تمام عندي في الموقع بتاعي. وهكذا بقى ممكن احط فيديو تاني وتالت ورابع وخامس واعمل موقع كبير خاص بفيديوهاتي انا. كويس. مربوط مع اليوتيوب، ويعني زي فكره المنصات التعليميه وفكره الحاجات ديت، ان هو بيحط فيديوهات هناك وبعد كده يعرضها في المنصات بتاعه. افكار كتير، افكار كتير بقى، بيفتح لك عالم الافكار في مجال بقى الايه الفيديوهات وعرض الفيديوهات والكلام ده في الموقع بتاعك الخاص بيك انت. طيب لو انا عندي ملف صوت اوديو، ملف صوت، تمام. ازاي اعرضه؟ في تاج اسمه اوديو. تمام. نفس الشيء بيبقى في خاصيه اسمها اس ار سي وكنترولز عشان ايه ننفذ. تعال نجربه بسرعه كده. هنروح هناك، هنروح في النهايه خالص وادوس انتر عشان انزل السطر جديد واكتب اوديو AUDIO. كويس. اختاره. هو هيكتب لك اهو الخاصيه المهمه جدا اللي هي الاس ار سي او السورس او المصدر بتاع الملف اللي شغاله. انا جبت ملف اهوت اسمه 125. تمام. بس ولازم بالاكستنشن او بالامتداد دوت ام بي 3، وده امتداد مشهور جدا للايه لملفات الصوت، يعني هو امتداد مشهور جدا ام بي 3. كويس. وسيف. تمام. ورن البيج. فاكر كنا اوبن ويز لايف سيرفر. هيشغل الصفحه دلوقتي. كويس. مش هنلاقي حاجه، مش هنشوف حاجه، مش هنفيش حاجه اتعرض. ده الفيديوهات اللي احنا عرضناها. طب فين ملف الصوت؟ ملف الصوت ما ظهرش. تمام.
لانك ما ضفتش كنترول هنا. عندي بقى كنترولز مهمه جدا اهي، كنترولز CONTROLS كنترولز، علشان يضيف لي زراير التحكم اللي هتشغل الصوت. بص سيف، تمام، وران اوبن والسيرفر لايف سيرفر، تمام، هتلاقي ظاهر هنا اهو ده كويس، وحط لي بقى الكنترول واشغل وكده، تمام. ممكن اشغل من هنا. فده بالنسبه لتاج الاوديو اللي انا بعرض بيه ملف صوت داخل الصفحه. فكده احنا خلصنا الاوديو اهو. ده مثلا يعني هنا مثلا بدخل الفيرست نيم او الاسم الاولاني، يعني بيستقبل مني الاسم الاولاني عزيز مثلا، ايه اي حاجه ممكن اشيل، انا كنت كده قبل كده او اي حاجه كويس. فهو بيستقبل مني فيرست نيم او الاسم الاولاني. طب هنا بستقبل لاست نيم، بيستقبل مني داتا كويس. فازاي اعمل الحاجات دي؟ كمان في هنا باتوم هنا او زرار لما بكليك عليه بيروح بيكمل في مكان تاني، تمام. في لسه كمان في حاجات تانية بتبقى اكبر من كده شويه. لو رحنا على امازون هنا برضو بيستقبل مني النيم بتاعي، ممكن اكتب اي اسم كويس. وهنا بيستقبل الايميل كويس. هنا بيستقبل الباسورد، انا بكتب كتابه بس ايه شكلها، بص بيبقى متغير، شكلها مش باين. ليه شكلها مش باين؟ تمام، علشان ما فيش حد جنبي يشوفني وانا بكتب الباسورد فيعرف كويس. وهكذا في حاجات تانية بتلاقي يقول لك انت ذكر او انثى. هنا برضو في زرار تحت اهوت او بطن، لما بكليك عليه بيروح في مكان تاني. فازاي بقى نبني الحاجات اللي هدخل فيها داتا المستخدم ديت او هدخل فيها البيانات، بحيث ان انا ابني ريجستريشن فورم او صفحه التسجيل الخاصه بالمستخدم، وكمان صفحه لوجن، لان في كمان اللوجن بتبقى شبه التسجيل. نرجع بقى للكود بتاعنا علشان بقى نعرف نعمل الحاجات دي ازاي. ننزل ده كده، تعالى نعمل بقى ملف جديد. خلاص سيب بقى اللي فات ده فات، نعمل ملف جديد. فاكر كان من هنا الزرار الصغنن ده نيو فايل، يفتح لنا بوكس، نكتب اسم الفايل وليكن ايه ريجستر دوت، ما تنساش HTML امتداد. دايما بركز على الامتداد، لان لو ما عملش الامتداد ده مش هيعتبر الفايل HTML، وبالتالي هتيجي تشغله مش هيشتغل. وادوس انتر عشان يسيف، تمام. عمل لي الملف اهوت. وقف هنا علشان ايه اكتب الكود بتاع HTML. كنا بنعمل علامه التعجب، بدوس شيفت مع رقم 1 يعمل علامه تعجب كده، وادوس انتر يعمل لي هو ويبني لي هيكل صفحه ال HTML، تمام. اللي انا ما بكتبوش كل مره، خلاص المحرر او الاديتور هو بيكتبه لي، وبيقف هنا علشان ابتدي بقى اكتب اكوادي المهمه. خلاص هو كتب لي كل الحاجات دي. طبعا اللي ما شافش احنا عملنا الحاجات دي ازاي او عايز يعرفها يرجع بس للفيديوهات القديمه، هيلاقينا شارحين كل الحاجات دي. ازاي بقى انا هعمل الريجستريشن فورم ديت وهطلع بقى للمستخدم حاجات خانات كده يدخل فيها اسمه ويدخل ايميل والكلام ده، تمام. بكل بساطه الفورم ديت اسمها كده بيبتدي بتاج اسمه فورم FORM، ادوس انتر، تمام. هو هيظبط لي التاج كله، القفله والفتحه بتاعه، تمام. وهيضيف لي فيه خاصيه اسمها اكشن. هنعرف بعد كده ايه الاكشن دي بنستخدمها ازاي. سيبها بس دلوقتي وتعالى ما بين القفله والفتحه هنا كده، ودوس انتر عشان يعمل سطر جديد، علشان بقى نحط الخانات هنا او العناصر هنا. العنصر بقى اللي يدخل فيه النيم بتاعه، العنصر اللي يدخل فيه الادرس، الايميل، حاجات الكلام ده. ازاي هعمل الكلام ده؟ فاكر كنا بنقول ايه هنا؟ لو نرجع كده كنا بنقول ده اسمه انبوت، يعني حاجه بدخلها، تمام. في اوتبوت هنا، في حاجه ثانيه اسمها اوتبوت، دي حاجه بخرجها. فدايما الانبوت مرتبط بحاجه مدخلات، والاوتبوت مرتبط بحاجه مخرجات. احنا حاليا دلوقتي مدخلات اليوزر هيدخلها، فده تاج اسمه انبوت. تمام، تعال نضيفه داخل الفورم، داخل الفتحه والقفله بتاع الفورم ديت في تاج اسمه انبوت INP تقيله UT، تمام. دوس انتر هيظبط لك التاج، تمام. التاج هنا ملوش قفله كويس. في بس خاصيه اسمها تايب. الخاصيه التايب ديت هي اللي بتحدد بقى هل هو، نرجع تاني بس نبص على الامازون ده المثال بتاعنا، هل هو استقبل فيه نص بس زي كده زي النيم، ولا هل هو من نوع الايميل، ولا هل هو من النوع الباسورد، تمام. يعني التاج واحد بس اسمه انبوت، تمام، بس النوع بتاعه بيختلف، التايب بتاعه بيختلف، تمام. مره تكست عشان يدخل فيه نص، مره ايميل عشان يدخل فيه الايميل، مره باسورد عشان يدخل فيه الباسورد، وهكذا. تعال بس نسيف لحد كده ونشوف النتيجه بتاعتي ايه. سيف، رايت كليك، اوبن ويز لايف سيرفر، كويس. تروح هناك يفتح ينفذ الامر ويطلع لك خانه هنا كده
او عنصر تدخل فيه مدخلات. بص انا هدخل اي حاجه كده، ده هيستقبلها دلوقتي، وبعد كده هنعرف باللغات بقى اللي احنا نتعلمها قدام ازاي نتعامل مع الداتا دي. تمام. هنعمل بقى الايميل، نروح للاخر كده وندوس انتر ونكتب انبوت. تمام. التايب بتاعي مش تكست بقى، غير التكست ده اهي، نلغيها نحذفها ونكتب ايميل. تمام. وجابوا لي اهوت، اختار. كويس. ونسيف، نران. تمام. تلاقينا طلع هنا واحد مستنيك تدخل الايميل، يعني اس كده بيبقى @yahoo.com. كويس. تعال بس نظبط الاثنين دول كده ونظبط اكنها فورم بصحيح. يعني يجي مثلا الانبوت الاولاني ده نقول هنا ده دخل لي النيم. تمام. وبعد كده نروح هنا تاني، احنا عايزين الاثنين ده نيجي بعد ده يعني ده يبقى في سطر لوحده، يعني ده لوحده هنا كده يبقى نيم، وبعد كده الانبوت بتاعه، وبعد كده سطر تاني تحت الايميل والايميل بتاعه. يعني خلاص ده كده عشان يعمل سطر جديد. فاكر كان تاج اسمه PR. تمام. هننفذ لحد كده، نروح لللايف سيرفر هتلاقي عمل النيم ونزل الايميل تحت. تعال نضيف كمان هنا كده الايميل، بعدين نحط نقطتين كده ونسيب. تمام. وهكذا. تمام. طيب يا باشمهندس، يعني الشكل ده عقيم، ليه ما طلعش نفس الشكل بتاع امازون كده؟ شوف بقى الشكل حلو والكلام ده اللي هنتعلمه بعد كده في CSS يا جماعه. ده اللي هنتعلمه ازاي نعمل حاجه اسمها لي اوت، او تنظيم الايه المدخلات بتاعي، او تنظيم المحتويات بتاعه الصفحه بتاعي يبقى بالشكل الجميل ده، بدل ما يبقى بالشكل العقيم HTML بيبقى بيديك شكل عقيم انت ما تعرفش تنظم. هو ده هتحط كده واللي بعده واللي بعده واللي بعده واللي بعده، علشان بقى اطلع الشكل الجميل ده يبقى شكل الصفحه كده بروفيشنال وكده. بتعلم CSS اللي هنتعلمها بعد ما نخلص الايه HTML. وبعد ال HTML هنخش على CSS، وبعد CSS هنخش على الجافا سكريبت. كويس. هنرجع بقى نكمل. احنا بس بنحط ايه زي ما قلنا ال HTML اللي بتبني بيه الهيكل، بتبني بيه البيت، بتحط بقى الحاجات. بعد كده اللي بيظبط لك بقى الشكل وينظم لك الدنيا CSS. خلاص احنا عرفنا كمان، عرفنا ده تاني تايب الايميل. عايز اعمل باسورد نفس الشيء بقى، BWD هنكتب بس BWD كده اهو. دخل لي، اعمل لي انبوت من نوع، نشيل بقى التكست ده اهي. تمام. ونعمل باسورد. كويس. بقى عندي الثلاث حاجات دول. عندي انبوت من نوع التكست هدخل فيه بس اسمي ونيم الحاجات ده الكلام ده الادرس الكلام ده. عندي انبوت من نوع او خانه، عنصر سميه زي ما انت تسميه، من نوع الايميل هدخل فيه الايميل. وعندي اخر حاجه الباسورد، هدخل باسورد. تعال نشوف نسيف. تمام. ونروح نشوف عمل ايه هنا. هتلاقيه عمل لي زي ما انت شايف كده ثلاث حاجات. اول حاجه النيم هنا مستنيك تدخل تكست، هنا مستنيك تدخل ايميل. كويس. gmail.com بالشكل ده. والاخير ده مستنيك تدخل باسورد. بص لو كتبنا انا هكتب دلوقتي مثلا اي حاجه، بص هتبان الشكل ازاي؟ مش هتبان باسورد. زي ما عملنا الباسورد زي ما كان امازون عامل الباسورد اللي تحت ده دي كده، احنا عملنا الباسورد بنفس الشيء. في خاصيه يا جماعه جميله قوي في الانبوت اسمها بليس هولدر. تمام. نيجي هنا بس بعد تكست ونكتب بليس هولدر اهي. بليس هولدر. ايه بليس هولدر دي؟ بدل ما اكتب انا النيم هنا كده بره قبل الانبوت علشان يعرف ان ده داخل فيه النيم، لا انا ممكن اكتب هنا كده النيم. تمام. واشيل دي. تمام. كويس. تعال نشوف بقى تاثيرها علشان هيسهل علينا الشرح. هنسيف وبعدين تعال نروح للصفحه نشوف عمل ايه. هتبص تلاقي ايه؟ بص عمل لي ان ده، خلي بالك ان الانبوت ده مستنيك تدخل النيم، بدل ما تبقى الكلمه بره هنا كده، بدل الكلمه بره هو عملها لك هنا. بص هي مش مقصره. بص انا هكتب اي حاجه هي مش مقصره. دي انت بتشوفها في مواقع كتير جدا. ممكن تتسال هو عامل الموضوع ده ازاي. هو هنا كده بيوضح لك ان اكتب لي هنا النيم، دخل لي هنا النيم، يعني بليس هولدر بس مبينها لك بس كده بخط جري شويه باهت شويه علشان يعرفك ان هنا تدخل النيم، بدل ما يكتبها لك بره كتبها لك كده. نفس الكلام ممكن الايميل ده اجي هنا بعد التايب اكتب بليس هولدر. هي موجوده اصلا في كل بقى الانبوت. بليس هولدر واكتب خلي بالك ان ده الايميل يا مستخدم، دخل لي في الايميل. وده برضه بليس هولدر دخل لي فيه الباسورد. واشيل دي بقى، اشيل دي ملهاش لازمه. تمام. ملهاش لازمه. وسيف
واروح هناك اشوف اللايف سيرفر عامل ازاي. بص بقى شكلها احسن، بدل ما بكتب قبلها كده النيم قبلها كده الايميل، لا بحط حاجه بليس اوردر ان خلي بالك يا ايها المستخدم دخل لي هنا النيم، يا ايها المستخدم دخل لي هنا الايميل، يا ايها المستخدم دخل لي هنا الباسورد. في انواع كتير من الانبوس، يعني مثلا عايز المستخدم يشوف الموقع بتاعي يدخل لي البيرث ديت او تاريخ ميلاده، ففي انبوت تايب ديت، في انبوت تايب تايم لو انا عايز الوقت، في مانث لو عايز الشهر، في ويك لو عايز الويك، في حاجات كتير. وكل نوع هتلاقي اصل البراوزر بيظبط لك المدخلات حسب النوع ده. ازاي مثلا؟ تعال نجرب كده. انا عايز مثلا اطلع له انبوت مستخدم علشان يدخل الديت بتاع البيرث ديت بتاعه او تاريخ الميلاد. تعال نجرب انبوت. تمام، ونقول له التايب بتاعك هنشيل تكست ونكتب ديت. تمام، ونسيب. نجرب بقى نفتح اللايف سيرفر. اوبن لايف سيرفر. هيفتح، هيعمل لي تحت هنا كده انبوت او مدخل من نوع ديت. شوف عمل ازاي، عمل شكل الديت، وحط كمان هنا ايقونه لما كليك عليها. بص لما كليك عليها هيظهر لي كالندر او نتيجه بلدي فاكر من الكالندر. اختار بقى الديت هنا يتكتب هنا، فده مدخل من نوع الديت. لو عملت مدخل من نوع التايم هيطلع لي برضو التايم انبوت من نوع التايم. شيل التكست وحط تايم. كويس. هسيف، اروح هناك في اللايف سيرفر هلاقيه عمل لي بتاعة التايم كده، مستني ادخل التايم. في انبوت تايب مانث من نوع المانث او من نوع الشهر، بيستخدم في ادخال الشهر. تعال نجرب كده انبوت. تمام، وشيل بقى التكست وحط واكتب مانث MONTH مانث يعني شهر، وسيف. نروح كده للنتيجة هتلاقيه ايه، عمل لك انبوت في الاخر كده، مستنيك تدخل مانث، وعمل لك ايقونه صغيره كده لما كليك عليها هيظهر لك الكالندر بتاع المانثs او الشهور. اختار المانث منها. لو انا عايز المستخدم مثلا يطلع لي صوره من شهاده الميلاد، صوره من البطاقه، يطلع لي فايل يعني استقبل منه ملف. كويس. ففي تايب او نوع مخصص للملفات. تعال نجربه بسرعه. انبوت. تمام، طيب شيل التكست واكتب فايل. فايل FIL فايل، نوع الفايل الملف. هتلاقيه عمل لي بص حاجه جديده خالص هنا. تعال نشوف بقى النتيجه اللي تحت دي. لما كليك بقى على تشوز فايل ده، الزرار ده، بص تلاقيه بيفتح لي الماي كمبيوتر بتاعي، بحيث ان انا اختار فين الملف اللي انا عايز اطلعه. وليكن الملف ده مثلا، كليك عليه مثلا واقول له اوبن، هتلاقي الملف ده المفروض نزل هنا كده علشان يتبعت على السايت. لو انا مثلا عايز زي ما قلت لك مثال، اللي انا عايز منه يبعت لي الاي دي بتاعه او يبعت لي اي ملف معين، او انا استقبل انا كأنا اللي باني الويب سايت ديت، استقبل من المستخدم الملف بتاعه. ازاي نعمل الحاجات اللي تحت دي؟ ايه الحاجات اللي تحت ديت؟ ان انت بتبقى عايز تطلع للمستخدم او اللي هيستخدم الموقع بتاعك ويستخدم الريجستريشن فورم ديت، تطلع له اختيار من متعدد. يعني زي كده انت في ميل ولا ميل، يعني انت ذكر او انثى وعايز المستخدم يختار واحده من دي. يعني مثلا لو اختار الميل وبعدين راح للفيميل، الميل تطفي، يعني يا دي يا دي. كويس. تمام. بنعملها بالطريقه دي او بالطريقه اللي تحت دي. بص برضو يعني اطلع له حاجه كده بيسموها دروب داون، حاجه كده تتفتح يختار منها واحده وبعدين كده تقفل وخلاص. يعني اختار واحده تانية وتقفل، فيا اما بالطريقه دي يا اما بالطريقه دي. فده اول حاجه. او اطلع له اختيار من متعدد، وهو كمان المستخدم يختار لي حاجات متعدده. يعني مثلا زي كده انا ببرمج ب HTML وببرمج ب CSS وببرمج ب JS، اختيار من متعدد. بس كمان المستخدم بيختار حاجات متعدده. يعني دي بالظبط زي اللي تحت دي. انا ممكن اختار دي وادوس على كنترول واختار دي واختار دي. كويس. فاختيار متعدد مفتوحه كده غير اللي مقفوله دي. ازاي اعمل الحاجات دي؟ الاثنين اللي في الاول دي واللي تحتها دي بيتعاملوا بتاج واحد اللي هو الانبوت، وبغير بس النوع بتاعه. اما الاثنين اللي تحت بيتعاملوا بتاج تاني خالص، هنشوفه دلوقتي ونجربه. نرجع بقى يا جماعه للكود بتاعنا اللي احنا كتبناه المره. ننزل في الحته الفاضيه دي بعد الفايل انبوت تايب فايل ده. برضو لو مش فاكره ارجع الفيديو اللي فات عشان تعرفه. هنيجي هنا كده بقى في الفاضي ده ونكتب انبوت. هيظهر لنا كده لو انت شغال على الفيجوال ستوديو هيظهر لك في الاول كده اختاره، وبعد كده النوع ده التكست ده قلنا لا مش هنشتغل بالتكست ده اللي نستخدمه عشان النص بس. احنا هنستخدم التايب الجديد بقى اللي يطلع لنا راديو.
راديو ده ولا تلفزيون يا هندسه؟ لا مش هيطلع لنا راديو ولا تلفزيون، هيطلع لنا الدايرتين اللي كانوا مفتوحين كده، كنت بختار واحده الثانيه تطفي واختار الثانيه، هنشوفها دلوقتي هنشوفها ما تستعجلش. فراديو نكتب هنا كده بعد ما نطلع منه خالص، نكتب ميل MALE يعني ده يطلع لنا ميل. كويس. وواحد تاني نفسه برضو انبوت. طيب شيل التكست دي وخليها راديو، نوع الراديو RADIO واكتب في ميل FEMAL. كويس. ده هيعمل ايه يا هندسه؟ هتشوف اهو، تعال الاوبن وذ لايف سيرفر، ده هيطلع لنا الاثنين اللي تحت دول. فاكر كنت بختار واحده الثانيه تطفي، بس خلي بالك انا هختار دي الثانيه مش هتطفي دلوقتي. بص الله لا 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 بايظين. روح رجع الراديو بقى. لا 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 في حاجه هنظبطها بس في التاج ده لازم تعملها علشان الاثنين يشتغلوا مع بعض. ايه هي؟ في خاصيه في الراديو تيجي هنا بعد علامه التنصيص ديت، سيب مسافه واكتب النيم بتاعه واديله اي اسم، ايه مثلا. نفس الاسم ده لازم يتكتب في الثاني، نفس الاسم. وحتى ايه اقترح عليا اهوت الفيجوال ستوديو او الVS ان انا اقبلها، فانا هقبلها بس ادوس تاب واقبلها، او اكتبها بايدي لو انا بكتب في اي اديتور تاني اكتبها بايدي. نيم يساوي نفس الاسم اللي انا كتبته في اللي قبله. يعني بص الاثنين دول، الاولاني نيم AA والثاني نيم AA، دي خاصيه جديده لازم الاثنين يكونوا مع بعض عشان الاثنين يشتغلوا مع بعض، عشان تقيد ده الثاني يطفي، تشغل ده يطفي. لا سحر ولا شعوذه. تعال كويس. تعالى بقى نجرب. بص هنا لما ادوس على ميل، لو دوست على فيميل ايه اللي هيحصل في الثاني؟ هيطفي. فاشتغلوا بقى مظبوط، اتصلح الراديو. بص اتصلح كويس. فما تنساش بقى، تنساش الراديو ده بيطلع لي الزراير اللي هي بالشكل ده المدوره، اللي انا اختار واحد تاني يطفي او اختار واحد التاني يطفي كده، يعني بيسموها الاختيار متعدد، بس واحد بس اللي اكتف او واحد بس اللي انت تختاره. كويس. ده اول نوع اللي احنا قلنا عليه، ده كان اول نوع. النوع الثاني لو انا عايز اطلع للمستخدم اختيارات متعدده واخليه هو كمان يختار لي منه اختيارات متعدده، زي ما طلعنا كده. انت بتبرمج بايه؟ ببرمج بالHTML والCSS واشياء ثانيه، فانت بتدي له اختيارات متعدده وهو كمان هيختار منها متعدد. تمام. هعملها ازاي؟ احنا قلنا بس التاج الانبوت ده مكمل معانا، بيعمل حاجات، بيعمل كل الحاجات دي. هنيجي هنا بس نعمل امر BR علشان بس يسيب لي سطر هناك، يبقى شكل الصفحه هناك حلوه. كويس. INPUT اختارها، اشيل التكست دي واكتب بقى ايه النوع الجديد؟ تشيك بوكس. ده بيسمح لي ان انا اعمل اختيارات متعدده والمستخدم كمان يدخل اختيارات معدله. اول اختيار وليكن CSS. كويس. هعمل كمان انبوت. تمام اهو، واشيل دي. كويس. اشيل التكست واعمل تشيك بوكس برضه، تشيك بوكس. وهكتب هنا انت بتبرمج بالGS، شيل برضه التكست دي، حط تشيك بوكس وليكن اي حاجه بقى GS HTML. تمام. تعالى بقى نجرب ومنوز لايف سيرفر، هنلاقيه طلع لي الحاجات اللي تحت دي. تمام. دي بقى انا ممكن اختار اختيار متعدد، يعني ممكن CSS وكمان GS وكمان HTML، اختيار متعدد، ولو في اكتر من واحد ممكن برضه اختاره. تمام. هنعمل بقى يا جماعه النوع الثاني اللي بيفتح ويقفل. كويس. ده بيتعمل بتاج تاني او بامر تاني اسمه سيلكت. تعال بقى نجربه. تعال بعد ال HTML الاخيره دي اكتب بس امر BR علشان يعمل سطر جديد في داخل الصفحه هناك. تمام. ودوس انتر عشان ينزل بقى في سطر جديد هنا في البرمجه. وهنكتب بقى ايه؟ امر جديد اسمه سيلكت SELECT او جاوت. هختاره، هظبط لي الدنيا القفلات والفتحات. اشيل بس انا النيم والاي دي ده هنبقى نستخدمه قدام شويه مع الجافا سكريبت. اوكي. شيل دوت. تمام. وهنيجي هنا ما بين القفله والفتحه بتاع سيلكت ندوس انتر. عايزين بقى نعمل الاختيارات المختلفه. فداخل السيلكت ده في امر تاني اسمه اوبشن اصلا عامه في اللغه الانجليزيه بمعنى اختيار. كويس. الاوبشن الاولاني. تمام. سيب بس الفاليو دي فاضيه وتعالى في النص هنا ما بين القفله والفتحه اكتب بقى الاختيار اللي انت عايزه يتعرض جوه الايه ده. كده بيفتح حاجه كده تتفتح، تختار منها الاختيارات وتقفل تاني، هنشوفها دلوقتي. فاكتب مثلا فيميل. تمام. وبعد كده روح للاخر هنا وبعدين دوس انتر واكتب الاوبشن الثاني، الاختيار الثاني. تمام.
تعالى ما بين الاوبشن والاوبشن دي القفله والفتحه واكتب الميل، ميل يعني ذكر او انثى، وبعدين نشوف بقى ايه في الصفحه اللي ظهر اوبن وذ لايف سيرفر. هتلاقي بقى عمل لك ده الاخير ده، يعني عامل لك حاجه كده بتتك عليها تتفتح وتتقفل، ده اسمه سيلكت او دروب داون، يعني بيفتح لتحت كده بختار منه اللي انا عايزه، بس ده اختيار واحد بس بتختار، يقوم هو جايب لك الاختيار اللي انت بتختاره وقافل الايه السيلكت او الدروب داون. فده النوع ده تمام، بنستخدمه احيانا زي النوع اللي هو بيقفل اللي هو بيشتغل ده بيطفي ويقفل ده ممكن تستخدمه او ده ممكن تستخدمه، يعني الاستخدامين دوت بيساووا بعض. كويس. طب انا قلت كمان في الاستخدام اللي هو الاختيار من المتعدد ده، كنت عملت حاجه كده في الاول، ممكن نقلب السلكت ده لاختيار متعدد برضه. تعال نشوف. نروح بقى بعد قفله السلكت الاخيره ديت دوس انتر. تمام. كمان واحده وهنكتب برضه كمان واحده، هنكتب امر سلكت هو برضه، يعني هو بستخدمه يا اما اختيار واحد بس يفتح ويقفل كده، يا اما اختيار من متعدد. ازاي هنعملها؟ نفسه برضه سلكت اهوت SELECT دوس انتر. انا بس هشيل النيم والاي دي ديت، قلت لك هنستخدمها في الجافا سكريبت بعد كده، مهمه بعد كده بس بعد كده. وبعدين تعالى في النص ما بين سيلكت وسيلكت دي دوس انتر عشان تنزل سطر جديد، ونفس الكلام هنكتب اوبشن الاختيار الاولاني. تمام. سيب الفاليو فاضيه وتعالى في النص هنا، فاكر كنا بنكتب CSS، يعني اي اختيارات يعني CSS. ممكن اكتب عربي يا باشمهندس؟ ممكن تكتب عربي. تعالى يا عم انا عايز وليكن لغه، اقلب عربي لغه السي مثلا. كويس. وبعدين نروح في الاخر هنا ودوس انتر اقلب انجليزي، عشان البرمجه اللغه نفسها HTML او اي لغه البرمجه نفسها اوامرها بالانجليزي، لكن الداتا او البيانات اللي تظهر في الصفحه ممكن تبقى عربي، مفيش اي مشاكل. وبعد كده اوبشن هختار وهكتب لغه الجافا، ده الاوبشن الثاني، واروح هناك في الاخر وادوس انتر واكتب مثلا اوبشن. كويس. ونخلي ده نخليه مثلا لغه، نقلب عربي لغه، انا بقلب عربي لغه الايه، لغه البايثون. تمام. كويس. تعال بقى نشوف عمل ايه هناك. هنا اوبن ويز لايف سيرفر. الله يا صاحبي، ده عمل نفس اللي جنبه ده، يعني اللي بيفتح ويقفل. احنا المفروض ان هو يفتح كده كبير واحنا نختار من متعدد. بالظبط، لان احنا المفروض نضيف خاصيه جديده هناك. نرجع تاني للبرمجه، هنيجي هنا في السلكت ده. كويس. نيجي كده نسيب مسافه ونضيف خاصيه اسمها مالتيبل. احنا لسه بنكتب عربي، هنقلب انجليزي. مالتيبل MULTIPLE مالتيبل، يعني خلي بالك السلكت ده هيشتغل ويخلي المستخدم يختار اكتر من واحده. هنرجع بقى تاني اهو، بص بقى فتح ازاي. فتح يعني غير ده بيفتح ويقفل، ده فاتح كده كله بحيث ان المستخدم يقدر يختار دي ويدوس كنترول ويختار دي، او يختار دي ويتنه مختار كده. يعني انا دايس، يعني لسه دايس على الماوس وبنزل تحت كده. كويس. فده الفرق. ده الاختيار من متعدد اللي بقدر اختار فيه اكتر من واحده، بيقوم بنفس عمل اللي فوق ده. كويس. وهكذا بقى انت حسب البيج بتاعك او حسب الصفحه بتاعك اللي انت بتبنيها، انت بتختار يا اما ده يا اما ده يا اما ده. كويس. انت حسب الديزاين او حسب التصميم الصفحه، انت بتشوف ايه اللي يناسب المستخدمين بتوعك او ايه اللي يناسبك كريجستريشن فورم وتستخدمه في الايه في الصفحه بتاعتك. اخر حاجه بقى في الريجستريشن فورم او في صفحه التسجيل، البطن او الزراير اللي انا بقدر بقى اعرضها واظهرها في الصفحه بحيث ان المستخدم يكليك عليها فتنفذ حاجه معينه. تمام. بعملها بنفس التاج اللي هو الانبوت ده، وبس التايب بتاعه بيبقى ايه متغير شويه. ازاي؟ تعال نعملها. فاحنا عندنا اول نوع هنكتب بس الامر بتاع انبوت. كويس. التايب بقى بتاعه هنا مختلف شويه. طيب اول تايب اسمه سبميت. كويس. ده ايه؟ بيعمل لي زرار. هنروح نشوف كده عمل ايه هناك اهو. عمل زرار اسمه سبميت. سبميت دوت له وظيفه كبيره جدا في الريجستريشن فورم. ممكن لو انا قلتها ما تفهمهاش دلوقتي، بس احنا هنفهمها بعد كده لما نعوز بقى الداتا دي كلها
تتسيف. يعني انت هتاخد الداتا دي من المستخدم، اسمه بقى وعنوانه والحاجات دي كلها، المفروض بقى هتسيفها عندك يعني، او هتخزنها عندك او هتحفظها في مكان عندك. تمام. وكمان قبل ما تحفظها لازم تتاكد ان الداتا اللي دخلها صحيحه، يعني دخل الايميل صحيح، دخل التليفون صحيح. تمام. دي هنعملها بالجافا سكريبت قدام شويه. كويس. فالباطم اللي هو سبميت ده لما كليك عليه كده هينفذ حاجات معينه كده. تمام. ده هنعرفها قدام شويه، لانه له مهمه كبيره جدا في ان ياخد الداتا دي ويبعتها لك انت كمبرمج، بحيث ان انت تتعامل معاها بقى، يا اما تسيبها عنك في الداتابيز او في قاعده البيانات، يعني تتعامل مع الداتا اللي دخلها المستخدم يعني. تمام. تاني نوع بقى يا صاحبي من الباطن العادي، يعني مش سبميت ولا حاجه، والسبميت ده قلنا له وظيفه كبيره هنا. الباطن التاني يعني بظهر باطن كده، وبيبقى مرتبط مع جافا سكريبت، لغه جافا سكريبت برمجه معينه، بحيث ان لما المستخدم يكليك عليه على الباطن ده ينفذ الجافا سكريبت. فانا بس باجي هنا بعمل نفس الامر انبوت، امر الخطير ده اللي شغال معايا في كل حته، بس النوع بتاعه بقى هيبقى باطن BUTTON، ده باطن عادي خالص. تمام. لو رجعت هنا للصفحه هنشوف الصفحه هتلاقيه ظهر، بس ظاهر كده فاضي لان احنا ما حطيناش التايتل بتاعه او العنوان او اللي بيظهر عليه. تعال نظهره، خاصيه اسمها فاليو. تمام. نكتب جواها مثلا كليك مي، او اعمل اي حاجه بس تايتل يظهر. الباطن ده المفروض بقى انت هتكتب جافا سكريبت في مكان معين، هنشوفها بعد كده لما نوصل للجافا سكريبت. لغه الجافا سكريبت قلنا لغه الانتر اكشن، او لغه بقى بتخلي الصفحه بتاعتك تتفاعل مع المستخدم تفاعليه. انت هتكتب بقى البرمجه اللي احنا هنتعلمها بعد كده، وهنديها بقى داخل الايه الباطن ده، بحيث ان لما المستخدم يكليك، بص هو طلع كليك نهائي، لما المستخدم يكليك هنا ينفذ بقى ايه برمجه الجافا سكريبت، لما نوصل لها نتعلمها وهنعمل حاجات جامده جدا. كده يا جماعه يبقى احنا خلصنا كل الانبوتس تقريبا اللي موجوده في الريجستريشن فورم. طبعا ننظم الحاجات دي او نظبط الشكل شويه، ده هنتعلمه لما ندرس لغه السي اس اس او لغه الاناقه، اللي هتظبط لنا بقى التنظيم بتاع الحاجات دي، وظبط لنا الكلر والالوان والكلام ده كله. وطبعا لما ندرس الجافا سكريبت هنتعلم ازاي بقى نتاكد ان الداتا اللي دخلها او البيانات اللي دخلها المستخدم صحيحه. فدي استخدامات اللغات اللي باقيه لسه في الكورس، السي اس اس عشان انظم، والجافا سكريبت عشان بقى اظبط الدنيا واعمل انتر اكشن مع المستخدم او تفاعلات مع المستخدم واتاكد ان الداتا صحيحه ولا لا. وبعد كده قدام خالص لغه زي البايثون او لغه زي السي شارب، اقدر بقى ان الداتا اللي دخلها المستخدم دي اسيفها عندي، يعني اخزنها عندي في قاعده البيانات، اتعامل مع الداتا ديت بشكل افضل يعني.